اخواتي كل عيد وانتم طيبين كده، وحشتوني والله العظيم جدا، وانا اسف ان انا ما نزلتش الحلقه اللي فاتت، واديني جاي لكم النهارده بحلقتين كاملين التاسعه والعشره. توقيت الحلقات قدامك اهي، عشان لو انت اصلا كنت متابع الانمي معايا من الاول. قسما بالله يا ابني الانمي ده هيستري الضحك حرفيا، هيفصلك من الحياه كلها باي مشاكل عندك في حياتك. اصل تخيل كده معايا واحده بتحب واحد، فتقوم تعمل ايه؟ تطفش كل البنات اللي حواليه وتخليها له سحر حرفيا، وتقول له اختار يا حبيبي، انت عايز تتجوز مين؟ دي حياتك الشخصيه. ايه هتجوزك بالعافيه يعني؟ ايه يعني قلت مثلا ان احنا متجوزين عرف وان انا حامل منك عادي؟ ايه يعني المشكله؟ مش فاهم في مشكله. انا ما هم اللي بيفهموا غلط. ايه يعني بلزق فيك مثلا؟ يعني عادي عادي. ايه يعني مش هخلي في يومك دقيقه واحده فاضي من غير ما تقعد تكلمني؟ عادي. ايه المشكله يعني؟ انا كده بدرك، احنا اصحاب عادي على فكره، ما تفهمش حاجه غلط. بنبدا ببطلنا وهو بيفتكر لما كان بيبيع الاكسسوارات ما كانش عارف يبيع منهم غير 5 بس من اصل 100، وزعلان موت، وكان رايح كده الفصل، واول ما فتح الباب لقى واحده بتنط له كده زي القمر وتخش عليه كده: انت صح؟ انت فلسه بيقول لها: اه يا بنتي في ايه؟ انت مين؟ فبتقول له: في بنات جم يسالوا عليك، انت رحت فين يا ابني؟ حد يسيب المكان بتاعه اللي بيبيع فيه ويمشي؟ في ايه مالك؟ طبعا هو بيبيع القلادات دي في نادي العلم في المدرسه. فبيقول لها: مش هتفرق حتى لو انا كنت هنا، حاجتي مش حلوه ومحدش بيشتريها اصلا مني. بتقول له: مش حلوه ايه يا ابني؟ ده انا وقفت وبعتهم لك اصلا، وفي 15 واحده خدت. خد يا ابني، خد. وبيفرح قوي بالفلوس وبيشكرها وبيكون مكسوف قوي منها. فايه ده؟ انت مكسوف مني يا بت؟ وصحيح كده، وصحيح كنت نفسي اسالك: انت عايز تبيع حوالي 100 واحده ليه؟ هو انت بتحاول تقفل التارجت يلا ولا ايه؟ وبيقول لها: انت مالك اصلا؟ يعني ما هتفرق معاكي في ايه؟ فهي بتلزق فيه وبتقول له: لا انت هتقول لي، هتقول لي انا سالتك، يا اسطى انا سالتك. وهو الله يخرب بيت ام اللزقه اللي انت فيها دي. وبيعرفها ان هو كان نفسه يفتح محل، بس ابوه وامه عرضوا حاجه زي كده وقالوا له: عرفت تبيع 100 قطعه اعمل اللي انت عايزه وبراحتك. فهو خدها عند عشان يعمل المحل بتاعه، وبتضحك عليه قوي وبتقول له: ما طبيعي يا ابني، ما اصل الحاجات دي بتاعت البنات وانت عيل. ايه يا اسطى؟ ايه مش حاجتك دي. فيوبي اتعصب عليها قوي: انت مال امك يا بنتي؟ انت مالك اصلا؟ وبعدين انت مين اصلا؟ وبتقول له: سيبك بس مني، هو فاضل كام واحده؟ فبيقول لها: 68. فبتقول له: اه تمام، ما تشغلش بالك، انا انوز وما تخافش، انا هبيع لك كل حاجه وما تشغلش انت بالك. وبتلبس كميه كده منهم وتتصور بيهم وتنزلهم على مواقع النت، وفعلا بيتباع في خلال يوم واحد. بنشوف ان المجوهرات طلعت ترند كده مره واحده، والكل بيسال عليها والكل عايز يشتريها. وبنرجع للواقع تاني وبنشوف يو بيصنع المجوهرات بنفسه، ان هو مش مجرد بس حته تاجر، لا ده فنان حرفيا. ومره واحده كده بتطلع انوز وبتحضنه كده من وراه: اوبا بقى الناس اللي بتعمل لنا جواهر، ايه ياض العظمه اللي انت بتعملها دي؟ المهم انت ما بتكلمنيش ليه ياض بقالك ساعه؟ ما هو اصل الاهتمام ما بتطلبش، يلا حاول يجري منها. ايه ده انت بتجري مني؟ انت مكسوفه يا بت؟ انت لسه تتكسفي مني؟ ده عدى سنتين يا ابني عارفين بعض. خلاص خلصتي؟ يلا انزلي من عليا بقى واقعدي على اي كرسي. ايه ده كرسي؟ قول له: ايه ده يا ابني؟ ما انا قاعده في المكان بتاعي اساسا، كرسي ليه يا بنتي؟ هتخنق، هموت ام اللزقه اللي انت فيها دي يا بعيده. انزلي من عليا بقى يا بنت رفيعه انت يا معصعصه. وبيفتكر كده لما هي اول مره ساعدته قالت له ان هي هتفتح المحل معاه، وان هي كانت بتراقبه اصلا وهو كان بيصنع القلادات وعارفه عنه كل حاجه حرفيا، وبتقول له ان هو مديون ليها اساسا، ومقابل كده هي هتاخد عينه. فبيخاف قوي: عين مين يا بنت؟ الله يخرب بيتك. فبتقول له: لا يا ابني انت فهمتني غلط، انا بس قصدي ان عيونك حلوه قوي وفيها الهمه حرفيا وانت بتبقى شغال، فانا عايز تفضل باصص لي بس، لا اكتر ولا اقل. ده اللي انا عايزاه، ونفضل صحاب. وبنرجع كده للسينما الاساسي، وبنعرف ان هي رفضت شغل كتير قوي جدا بسبب ان هي بس متفرغه لان هي تعمل ماركتنج للاكسسوارات بتاعته بس. فبتقول له: بقول لك انت لو ما فتحتش على رينج ال 30 كده المتجر بتاعك، انا للاسف يعني هتبرع وهتجوزك. جوز مين يا بنتي؟ بطلي الزار، ده اخوكي اصلا بيعمل لي زي الاطفال. هي بتقول له: ما تشغلش انت بالك، بس تلحلح وهو بيحبك اصلا يعني، فتعالى تقدم. بس ايه ده تقدم مين؟ بيت؟ لا فوقي. جوز مين ياما؟ انت لو اخر انسانه في العالم مش هتجوزك. هي بتقول له: هي حب حياتك رجعت ولا حاجه؟ بيزعل قوي وبيقول لها: يا حب ايه ونيلة ايه؟ ما انت لازقه في امي في كل حته من السنتين اللي فاتوا. فبقول لها: يا شيخه ده بسببك الحياه بتاعتي قلبت صحراء، حياتي بقت صحرا ما فيهاش ولا بنت، يا كفره يا بنت الكفره. ده انت من كتر لزقتك الناس افتكرتنا متجوزين اصلا. ده في ناس كانوا بيقولوا ان انت حامل ازاي بالبطن المشفوطه دي؟ انا نفسي افهم. ده انا لو لمحت اللي طلع الاشاعه دي هقتله. ايه اشاعه؟ لا حلال فيه برضه، حلال فيه. وهي طبعا اللي مطلعه الاشاعه. فيوبي يقول لها: انت وحشه قوي على فكره. فيقول لها: انت اصلا يعني حتى المتجر بتاع السن قدام جوازتك ليه يعني؟ عادي. تقول له: خلاص يا عم قشطه، مش عايزاك، هروح اتجوز اي جواز الصالونات لو انت مش هتحن عليا يعني
وزعلانه قوي ومتاثره، فبيقول لها يا بنتي ما تحسسنيش ان انا اللي غلطان، انا مالي اصلا. تقول له لا 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 لا، فوق فوق، انا مش فارقه مع امي كرامتي اصلا، انا هتجوزك اصلا. وبتقعد تضحك. وبيعدي يوم كده وبيقعد يفتكر لما هما كانوا الاتنين بيقولوا لبعض ان هما سناجل ومفيش في حياتهم حد، شكلهم مش هيعرفوا يتجوزوا ولا في حد هيقبلهم هما الاتنين اساسا. فبتقول له انا عندي اقتراح، لو احنا تمينا ال 30 بختارني، يعني خلي عندك ذوق، احنا هنكون قعدنا مع بعض سنين كتير، يبقى عدى عليا كده واتجوزني. فبيقول لها اتجوزك يا بومه يا بنت البومه، انت لو اخر واحده في الكون والله العظيم ما انا متجوزك. فبتخنق امه. وبنرجع تاني لحضر اليوم، هنا بيروح يجيب اصلا حاجات عشان يشربها، ففي واحده زي القمر داخله عليه كده وهو متنح لها مش عارف يشيل عينه اساسا من كتر الجمال بتاعها، وبتكون لابسه قلاده من القلادات بتاعته النادره القديمه، بس وهي بتشتري بتقع كده القلاده منها وبتتكسر وبتعيط قوي عليها، وبيفضل برضه متنح ليها وبتزعله قوي. انت بتبص على ايه؟ انت متحرش يالا صح؟ ولسه كده هتصوت، راح قايل لها انا اسف 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 وراح جاري. وبيروح يحضر الحصه كده في المدرسه، وهي بتفضل تعمل فيه كده زي الطفل عشان يبص لها او يزعل لها، وماشيه في خطتها ان هي اصلا تطفش كل البنات حرفيا من عليه، وبتثبت فعلا في حاجه ما بينهم، وبيصوت ويزعق لها اساسا. وهنا المدرس دخل، انت بتعمل ايه بقى؟ ها قول لي بتعمل ايه؟ فلسه بيشاور عليها، لا اصلا قاعده وماسكه الكتاب وعماله تضحك. شربتها يا كروديا. بعد انتهاء الحصه كده بيخش واحد اسمه شيما، والاتنين بيسلموا عليك، فبيشدوا كده قدام بعض. هو نوز بيقول لها انا اللي عرفتك اصلا على يو بتاعي الخاص بيا ده، اساسا انا اللي معرفك عليه. فهنا بتقول له خاص بيك مين يلا؟ ولا ده بتاعي يلا. فبيقعدوا يتخانقوا، فهنا بيتدخل بيقول لهم ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا مش كنتوا مرتبطين اصلا من اعدادي؟ والله انا غلطان، انتوا مالكوا بقى في ايه دلوقتي؟ فهي بتقول له ايه ارتباط ده؟ انا كنت بتسلى بيه من كتر الملل يا ابني، ده كرهني في صنف الرجاله كلهم اساسا. فشيما بيقول لها لا والله، امال ده مش تبع الرجاله ده ولا ايه بالظبط اللي انت ماشيه معاه؟ فنوز بتقول له بس يالا حيوان يالا، ده انا البنات كانت بتعايرني من كتر البنات اللي انت عارفهم في حياتك يالا، انت كنت مصعب عليا 5 يالا يا خان يا ابن الكلب. وعمالين كده يصيحوا لبعض، وهو عمال يقول لها يا صندل بنت الجزمه، بنت كنت معفنه ومش معفنه، وقاعدين يتخانقوا. فهنا يقع اتدخل، يا جماعه اللي بتحبوا الفضايح في ايه بالظبط؟ انتوا عمالين تسمعوا الخل، انتوا ما بتتخانقوش اصلا، انتوا بتسمعوهم، وفي ايه وانت جاي ليه اصلا؟ فبيقول له هو انت قابلت واحده امبارح اصلا وانت كنت رايح تشتري؟ فهنا بيقول له واحده؟ لا هو على حسب، هي حبيبتك او حاجه تقرب لك؟ بيروح يجيبها بيقول له لا 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 انت فهمت غلط، انا عايزك بس تصلح لها القلاده اللي هي اتكسرت. وبنعرف ان كلهم عارفين بعض اساسا، واختها كانت بتسوق له اصلا المنتجات بتاعته قبل ما تتشهر، كانت شغاله معاهم زمان، فعشان كده هي اللي اديتها القلاده. وبيقعدوا عشان يصلحوها كده، وبتقرب قوي منه وبتقول له اوعى تقول لي ان انت اصلا مش هتعرف تصلحها. فنور هنا اتدخلت، بت انت رايحه فين؟ انت بتقربي ليه اصلا؟ يلا بت بعدي من هنا، يلا هش والله كسرها لي. بعدين بص على شكلي كده، بص ده شكل بني ادم، وبتتخض كده وبتقع. نوز هنا بتقول لها انت لسه ضعيفه زي ما انت. تاني بتقول لها لا ما انا مش هنسالك لما سرقت المفتاح بتاعت اللعبه بتاعتي وخدتها ليكي لوحدك من واحنا صغيرين. فنوز هنا بتقول لها اللعبه والله كانت حلوه، والله كانت حلوه، مش ما تفهمنيش غلط، بس هي والله كانت حلوه. وبعدين ما انت محظوظه وكل حاجه بتاخديها لوحدك، وعيلتك غنيه وحالتك مستريحه وكل حاجه، حتى دول مش عندي يا شيخ. الواد اصلا مصدعني من كتر عمال يقول لي رفيعه رفيعه مش عندي حاجه. لا يفرقعها بعيد، وبتدي لها حته علقه محترمه اساسا وبتاعتها زي الحمير. بعد كده بيبدا يشتغل في الحاجه بتاعتها، وهنا بتخش عليها وبتقول لها على فكره هو بيفضل كده لما هو بيبدا الشغل حرفيا عينيه بتلمع وما بيركزش مع اي حاجه نهائيا، ولما بيخلص كده الشغل بيكونوا مركبين له توك وقاعدين يضحكوا جدا عليه اساسا. وهنا هو بيتضايق جدا. وبيخلص كده اليوم، وإنوشي هنا بتسالها وهما ماشيين كده هو انتوا مرتبطين اصلا ولا لا؟ وإنوز هنا بتقول لها الله 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 الله، هو من النوع بتاعك ولا ايه؟ عايز تاخديه؟ ايه عاجبك؟ تحب اخطبهولك؟ طيب اشتغل مأذونه؟ وإنوش هنا بتعرف ان اللي بيسمع اصلا القلادات ده هو يو، هي اصلا كانت مستخبيه وراه عشان تقعد تبيع له الحاجات. وبيجي اليوم اللي بعده كده وهو قاعد زعلان بيقول انا امتى هكلم بنات عيد بقى بدل اللزق بنت اللزق اللي قاعده في حياتي ومكرهه حيشتي دي. وتخش عليه اخته كده وبيتكلموا كتير كده، وفي نص الكلام بنعرف ان القلادات بتاعته اصلا بقالها فتره شبه بعض وما بتتغيرش، وبتقول له ان انت محتاج اصلا تغير فيها شويه عشان الزباين بتاعتك تتعودوا على نفس الحاجه، وزائد بقى في ملل، وكمان انت محتاج تعمل زباين دائمين لان معظم الزباين اللي عندك كلهم غير بعض، واللي بيشتري منك ما بيشتريش تاني. وبعدين انت كمان محتاج تجدد حالتك بدل الزعل والكآبه اللي انت فيها دي، لازم كده تغير عشان تطلع حاجات جديده كده وتتشهر قبل ما توصل لل30، لانك لو وصلت لل30 وما عملتش المتجر بتاعك حرفيا هتقعد جنب ابوك وامك وتفتح لنا المتجر، عشان حرفيا لو ما عرفتش هتروح تفتح المتجر بتاع العيله اللي احنا اصلا سايبينه ده. يا ابني بقول لك ايه، ما تيجي تشتغل معانا من دلوقتي وفكك والحق اتجوز البت اللي هي مرميه جنبك
لك مش عايزه تمشي دي، وبالمره هنستفاد منها، البت بتعرف تعمل تسويق حلو يعني، بدل ما هي لازقه لك في كل حته ومسيطاه، وبنعرف ان هي اصلا بتاعت مصلحتها واخوها حتى مش طايقها وبيمشي ويسيبها وبنشوف كده انوشي وشيما اصلا واقفين مع بعض، ونوز هنا داخله عليهم بتشوفهم، الله 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 انت عامله ايه يا بت، ومين الكلب اللي انت واقفه معاه ده، مين ده؟ وبص له كده ايه ده انت زنانه كده ليه، ولا عيب انت بتحبوا في بعض هنا ولا ايه؟ فهنا بيقول لها كنا بنحب في بعض، وكانت الحته المهمه بقى قبل ما انت تخشي، للاسف انت قطعتها لنا. ففي وسط الكلام كده بيخشوا بنات كده من النادي بيسلموا عليه بيقولوا له ما تيجي تساعدنا. فهنا هي بتفرح قوي تقول له روح كلم حريمك، اجري يلا روح كلم حريمك يا فلاتي يلا هش. وتخش كده على البيت وبتقول لها ايوه يا قمر بقى انت عامله ايه، وبقول لك ايه صحيح انا عايزاكي. بعدها كده بتخش على ايوب وتقول له مالك بقى في ايه بقى كده من الصبح، انت زعلان ليه؟ بيقول لها ان هو بيفكر يغير شكل القلادات بتاعته لان هي بقت متشابهه جدا، وعايز يزود كده حبه رومانسيه على حبه حزن وكده. فهنا بتقول له طب حاجه زي ايه بالظبط عشان انا مش فاهماك، انت فاهمه يعني ايه حب؟ فهنا بتقول له طبعا عارفه الحب ايه يا ابن البوس والاحضان والعلاقات والحوارات والنوم وكده. بيقول لها انا غلطان سالت ابليس اصلا، اتكلموا كده كتير في البنات والحب وكده. فبتقول له هو انت ذوقك في البنات ايه اساسا؟ تحب الشعر الطويل ولا لا، قصير ولا لا، صدرها كبير وسطها كيرفي لا، حلوه وحشه ايه لونها، قول لي. اقول لك تحب تبوس كده نمشي ايه بص مين ايه اللي دخلها في وسط الكلام اصلا، الله يخرب بيتك انت تجيب ايه؟ بتقول له بس انا حبيت اتاكد بس كده ان لا تكون هي عاجباك ولا حاجه، بس لو عاجباك كان ممكن اقتلها لك عادي، انا مع الديمقراطيه نهائيا حقك تختار. وبتقول له هو انت ايه ده في ايه يا ابني، انت ما جربتش تبوس اي حد قبل كده؟ بيقول لها لا ولا انت جربتي اصلا. فبتقول له بقول لك ايه تيجي تجرب مني انا؟ فهو بيقول لا ما افهمك بس انا ما ببص وكده، بس حتى يوم ما ابوس بنت انت ولد يا بنتي، انت واحد صاحبي اصلا. بقول لك ايه انا بنجيت اكبر منك صباح الفل، يعني شوفي لك بقى حل في الحوار ده عشان انت فلات والحوار بقى اوفر قوي. فبتقرب منه كده وتمسك ايديه، الله انت مش عايز تبوس يا ابني ما تبوس. فبيستسلم كده وبتقرب منه اكتر وخلاص حضر نفسه هيبوسها فبتقعد تضحك، ده انت خفيف قوي، ده انا كنت بضحك عليك اساسا مقلب يابا صباح الفل، ده انت خفيف موت، اي حد يضحك عليك هتروح. كنت بتاكد بس ان انا بنت عادي بس انت اللي اوفر. بتقول له انا عايزاك على فكره النهارده واخويا هيجي يعدي عليكم، بنعرف ان عيلتهم غنيه اصلا، واخويا بيجي له فعلا لغايه البيت وبيوصله وبكل لبس اصلا لبس تحفه حرفيا قمر الامارات. وبتقول له ايه ده يا ابن الله يخرب بيتك اللي انت لابسه ده ما غيرتش ليه؟ فبيقول لها اخوك اصلا اللي استعجلني جدا. وبتقول له انا مش فارق معايا بس كنت عايزه البت تشوفك بشكل عدل. بيلاقي نوش كده قدامه بيخشوا المطعم وبياكلوا وهو مستغرب قوي البت دي ايه غيرت رايها عن فكره الجواز ولا ايه، ازاي جايبه لي واحده اتعرف عليها؟ بس بنعرف ان الندله اساسا جايباها علشان تشتغل مكان اختها عرضيه ازياء اساسا واكسسوارات ليه. لا وكمان ايه بتقول له ان هي ممكن تصور في المحل بتاعهم بتاع الحلويات، محسسه المحل بتاع ابوها اساسا. ونوشي هنا بتتخض وبتقول لها طب استنى بسال امي. بعد كده بيجربوا عليها كل انواع القلادات اساسا حرفيا في نص التجارب كده، وتقول له يوم ما تاخد تجرب عليها انت يا ابني انا تعب. هنا لما بيقرب منها بتتكسف وهو كمان بيكون مركز قوي في حاجات كده. ونوز هنا بتقول له فهمت انت بتحب البنت اللي صدرها كبير، فهمت عشان كده ما كنتش معبر امي، وايه عاجباك تحب اجوزها لك؟ والتانيه بتمسك في رقبه امها كده يا بنتي هقتلك. بعد كده الناس بتكون واقفه معاهم وبتقول له بقول لك ايه يا اسطى ما تشخلي الجيبه كده عشان اروح اجيب لكم حاجه تشربوها كده بدل ما انا قاعده زي القرد قطع كده عليكم. خانق معاها وكده وبيقول لها ايه الموقف اللي انت حاطاني فيه ده؟ وبتقول له ما تخافش هتعرف بس كمان شويه لما هي تحكي لك. فبيقول لها تحكي لي ايه؟ وبتمشي وبتسيبه كده وبتفكر ان هي تسيبهم اصلا يحبوا بعض وتنسحب هي من العلاقه دي وهتشوف هو فعلا هو عايز مين بالظبط. بيقعدوا يختاروا الازهار كده، بيقول لها انت عايزه تحطي الازهار دي فين؟ لو على اللبس وكده والقميص اللي انت لابساه ممكن نحتاج زهره كبيره علشان اصلا هم كبار قوي. انا بتكلم على الاكتاف، اكتاف مش حاجه تانية، هم كبار برضو بس انا بتكلم على الاكتاف. فمنيش غلط، بنعرف ان هو خبير جدا في الزهور وفعلا بيختار لها اصلا زهور من احسن الانواع. وبتساله اصلا انت بتحب الزهور دي اصلا من امتى وليه وايه الموقف اللي حصل لك؟ وما بيرضوش يجاوبها وبيتوقف في الكلام. فبتمسك الكم بتاعه لا هتقول لي يا اسطى هتقول لي لا هتقول لي. بيحكي لها كده لما هو كان لوحده وهو صغير في حديقه زهور كان لها طفله كده عماله تعيط ومش لاقيه اهلها، فخدها وفضلوا يدوروا على اهلها ووصلها ليهم فعلا. قبل ده اديته ورده من اللي معاها وبتقول له الورده اللي هي اديتها لك دي كانت حمراء وكان بين ودانها صح؟ وبيقول لها ايه ده هو انت؟ بيعرف ان هي اصلا حب الطفوله بتاعه اصلا. وطبعا الاتنين اصلا كانوا حاكيين الموقف ده لانوز وقالت لما تشوفهم هيعملوا ايه لما تعرفهم على بعض. وسابت المشروبات
بتاعتهم ومشيت، وبعد ما اليوم انتهى الاتنين خدوا ارقام بعض، ونوز هنا بتكون زعلانه قوي ومش عارفين اصلا هي زعلانه ليه، مع انها اصلا هي اللي عرفتهم على بعض، وفي نفس الوقت كانت مستنيه ان هو ما يقربش منها ويرجع لها ولا ايه بالظبط، مش فاهمين. وبتبدا الحلقه الثالثه الاحلى انمي اصلا في الموسم، وانصحك ترجع تتفرج على اول حلقتين لو ما اتفرجتش عليهم. وبنشوف ان يوم معرفش ينام اساسا اليومين اللي فاتوا عشان معجب اصلا بانوشي، وكمان البت انوز ما بتردش على الرسائل بتاعتها نهائيا خالص، مع انها هي اللي مظبطه الموضوع، وهو مستغرب قوي هي اتخلت عن الفكره بتاعت الجواز اساسا ولا ايه. وبنعرف ان انوز كده كانت بتديها الرسائل بتاعته بطريقه مستفزه، ولما الاجازه خلصت كده بيروح المدرسه وبيلاقي انوز هناك بتسلم عليه، وهو بيحاول يقرب منها ويقول لها مالك يا بنتي، فهي بتقول له مفيش حاجه، بس بتبعد عنه، وهو مستغرب قوي هي بتبعد ليه طالما ما فيهاش حاجه. وبعد كده بتقول له ابعد عني يلا ولا ابعد عني بتاع 3 متر كده، وهو بيقول لها انا عملت لك ايه يا بنت المجنونه، انت طول عمرك لازقه عايزاني ابعد ليه دلوقتي. وفجاه بتطلع انوشي كده وبتقول له صباح الخير، وهو يا دي المصيبه وما بيردش عليها اساسا، وهي بتعيدها تاني يا اسطى بقول لك صباح الخير يا اعمى يا اعمى. ولما بيرد عليها بتتحول 360 درجه تاني وبترجع كيوتو، وتقعد تقول له كده مالك في ايه، وهنا بيقول لها كنت بكلم انوز بس هي غريبه، وبيبص مش لاقيها اساسا، بتقول له ايه ده هي بتجري منك ليه كده، استنى هجيبها لك، وبتطلع كعك كده وبدفوره وبتجيبها زي كلبه حرفيا، وانوز بجد والله معاكي. ولما بتروح كده بتقفشها من شعرها وبتاخدها وبتمسكها كده كلب بدفور وكعك. بعد كده بتدي يو حبه وبكون راسم عليهم قطط كده وحاجات كتير كده الله، وبتقول له دي الحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها اساسا، وبتمشي. وانوز هنا بتقول له حسيت بنسوه الحب وجربتها يا اخويا، ده حتى بتنادي عليك يو كون وكون قبل يو، وبتحترمك قوي، وانت عينك ايه ما بتنزلش من عليها ولا عليهم، مركز فيهم الهي يروحوا منها بعيد، دول فيك اصلا، معلش عارف ان انا اصلا قطعت عليكم كان المفروض اسيبكم وامشي. فيو هنا بيقول لها يا بنتي احنا مش مرتبطين اصلا، وهنا بتقرب منه لاول مره وبتحط ايديها عليه كده ازاي يا جدع، وهو اخيرا قربت ايه بقى الهبل اللي انت عماله تنيليه ده بقى، وفي ايه وانت كنت بتحاولي اصلا تبصيني من يومين، ازاي دلوقتي بتحاولي تبعدي عني، وانت مجنونه يا بنتي الشيزوفرينيا دي ولا ايه بالظبط، وبعدين كده وشك احمر دلوقتي ليه، ومش هسيبك تمشي غير لما تفهميني فيه ايه. انا كنت معجب بيها زمان بس ده لما كنت صغير، وهي دلوقتي اصلا مش بصالي وهي بتتضايق اكتر، يعني مشكلتك ان هي مش بصالك ماشي لا روح لها حبيبي بقى هي مدلوعه عليك اصلا، وبتسيبه وتمشي كده وهو بيزعلها يا بنتي مجنونه ما انت اللي عرفتيني عليها اصلا من البدايه، طب عرفتيني على بعض ليه. وبعد ما اليوم بيخلص كده بيروح اصلا لغرفه النادي وبيعلم انوشي كده عن الازهار والقلادات وازاي بيلونها وبتاع والهبل ده، ونوز بتقول له يا بتاع الفيك ماشي يابا، وبتفضل تزق فيه كده بس هو بيخلي انوشي تمسكها وهي بتتغاظ اكتر. فبتقول لما كنا لوحدنا قبل كده كنت بتقعد معايا وانت شغال وهزر معاك وانت بتجري ورايا عادي، يا جدع على الايام، وهو اجري ورا مين الله يخرب بيتك البت هتفهم حاجه غلط، وهي بيجي لها فكره انها تبوظها اكتر، والناس بيعجبها الموضوع قوي وبتقف وبتقول له كده هي لو مش هنا اساسا كنت هتبوسني زي المره اللي فاتت ولا لا، وهو بيتعصب قوي يا بوسني الله يخرب بيتك بنت المجنونه، تقول له ما انت قلت لي كمان تعالي البيت بس انا ما كنتش فاضيه ساعتها، وهو يا بنت الكلب البت هتصدق الله يخرب بيت امي اللي جايبه، وتقول له طب بقول لك ايه يا قلب انا فاضيه بالليل، وبتغمز له كده منك لله يا بعيده منك لله ربنا على المفتري والظالم والبت دي. ونوشي انا اسف انا شكلي جيت في وقت مش مناسب يلا سلام. ولما بتمشي كده هو بيسالها انت بتعملي ايه يا بنتي فيا ولا انت عايزه ايه، وبتعرفين على بعض ليه من البدايه طالما انت مش طايقاها، انت بتتمسي مني عشان اخترتها وبتعملي ده كله فيا صح، وهي بتفتح على نفسها من الضحك كده وبتقول له ايه انت مفكر ان انت هتبعد بالسهوله دي ولا ايه، وبتقعد تضحك كده يا جماعه البت دي فصلان اقسم بالله، وبتقول له يا ريتني صورت فيديو اصلا ونزلته على جروب المدرسه، وبتقول له بطني بتوجعني قوي تعالى قوم قومني تعالى، وبعد كده بتشده وبتقول له كده هي مفكره ان انت بوستني فما تيجي تجرب، وكده مفيش حد هنا، وان انت وعدتني ان احنا هنتجوز على 30 مش هتفرق بقى لو دلوقتي، وهو طبعا بيستسلم للوضع والشيطان تالتهم وقال يلا بقى ولقاها مستسلمه، ولما بيقرب منها كده بنلاقي كده في موبايل بيصور، وبنكتشف كده ان هي اصلا صورته وكانت بتضحك عليه، وبتقعد تضحك تاني بنت المجنونه. وبعد ما الموقف بيعدي كده هي بتقول بصوت واطي يا ابني انا اديتك الضوء الاخضر اصلا ده انت حمار وبهيمه، ولما بيسالها كده انت بتقولي اي حاجه يا بنتي في سرك او حاجه بتغلطي فيا صح، هي بتقول تهاني عيل ضعيف الشخصيه وما بترضاش تقول له هي بتقولي، وهو طبعا انت بتشتميني صح، وبتمشي وتسيبه كده. وبعدها شيما بيخش عليه اخويا المفضوح ويقول لك ايه هي انوشي اعترفت بحبها ليك ولا انت اعترفت لها او حاجه، وهو حب ايه يا ابني هو اصلا ما فيش حاجه ما بيننا اساسا، وبيقول له يا ابني ده المدرسه كلها عارفه يالا انت مفضوح اصلا، وبعدين هي الكلبه بتاعتك راحت فين ده انا جايب لها حلويات اساسا، وهو هنا بيقول له ما تتكلمش على صديقه طفولتي كده يا ابني ما
تتكلمش عليها، لاحظ ان هي يعني تبعي. وهو بيقول له طب ما كانت حبيبتي يا ابني، ويو بيقول له ما انا عارف وعشان كده هي مش عارفه تنساك اساسا. والتاني بيقول له انت اعمى يا ابني ولا ايه؟ ما شكلها بتحب واحد مغفل مش فاهم اي حاجه اهو دلوقتي، ومن الواضح اصلا ان ذوقها زباله. فيو بيقول له اه صح ذوقها زباله عشان كده كانت اختارتك قبل كده. ويجي اليوم اللي بعده كده وبيقعد يلون الازهار وبيعلمهم وبيوريهم ان زهره التوليب اللي هو بيعملها، وبيقول لهم كل حاجه عن الازهار. والتانيه بتطبل له وتقول له ده جمال قوي. ونص بطل تطبيل بقى، بطل تطبيل بقى، ما احنا عارفين ان هي زهره عاديه وملونه، ما كان ممكن يروح يجيبها من مشتل ولا حديقه عاديه خالص. يلا يلا اشتروت الواد حر ونار في جتة وبتتكسف كده. وبعديها بيبدا الشغل بقى بجد، وبيقعدوا يصوروها عشان الاكسسوارات وان هي اصلا موديل. ونوز هنا بتقول له بقول لك ايه، انت مش عايز فيو تبيع اكتر، ما تخليها كده تفك القميص ده شويه علشان نجيب مشاهدات. وطبعا هي عايزه تعرف هو بيغير عليها ولا لا. بتقول له خلاص خلاص، وبتروح كده تشوشها في ودانها وبتقول لها على اوضاع عشان تتصور بيها وكده. وبعد ما بتتصور بنعرف ان هي قالت لها حاجات غريبه في الموضوع بس مش عارفينها، وبتكون متعصبه منها قوي. وبتقول هو انت عملت كده مع الواد ده؟ وتقول لها لا 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 بهزر، وبتمسك الكوس عشان تضربها. وبعد كده بيتفقوا ان هم هيعيدوا التصوير كمان اليوم اللي بعده. لما هم كانوا ماشيين يو بيسالها انت قلت لي ايه في ودانها بت؟ بتقول له لا لما تكبر هقول لك، وبعدين ده سر. انت خلاص استقريت على زهره التوليب ولا ايه بالظبط؟ بتقول لها اه عشان الزهره دي لما حد بيهديها لحد بيعتبر اعتراف بالحب في وسط العالم كله، وبالذات في اليابان ده رمز عندهم فعلا. بتقف للحظه كده وبتقول له بقول لك ايه ما تعمل لي واحده تديها لي. وبيقول لها ليه يا بنتي؟ وبعد كده بتقول له لا ده عشان بس لما اعرف الحب بديها لحبيبي وكده. فهنا هو بيفهم قصدها وبيعرف ان هي مستنيه الزهره دي منه او الفكره دي منه. فهنا بيقول لها لا احنا اصحاب على فكره، واكيد مش هديك حاجه زي كده. وهي بتزعل الموت بس بتتدرج الموقف وبتهدي اعصابها. البت دي بتهدي اعصابها في ثانيه اساسا. وبتقول له اه خلاص عادي قشطه مش عايزاها اصلا كنت بهزر معاك. وطبعا هي بتكون متضايقه لما بتروح. بنعرف ان هي جايبه اخرها وان هي كان نفسها الواد يحبها، وبنعرف ان هي كانت بتعرف بس من فكره الحب بالهزار اللي هي بتعمله. وان هي لما عرفتهم على بعض كانت مستنياه ان هو اللي يرفضها ويرجع يحبها هي تاني ويقرب منها، بس اللي حصل العكس ان هو قرب منها بسرعه قوي. بعد كده يوبي يعمل حفله صغيره كده ما بينهم وما بين بعض عشان يعرض الاكسسوارات عليهم. وشيما هنا بيقول له يا ابني المكان ده غالي الله يخرب بيتك شكله غالي. والنوز هنا بتقول له اسكت يا انت ايه اللي جابك اصلا ده؟ لولا يو ان هو اصلا جابك انا ما كنتش هعبر امك. ويوريهم كده التحفه الفنيه بتاعته وهي دبوس شعر على شكل ورده توليب مفتوحه، وفعلا قمر والله العظيم يا ابني. ولسه هيديها لانوش عشان تلبسها وتتصور بيها. ونوز هنا الله يخرب بيت الغيره يا جدع قامت وقعدت تصورها وبتقول له اديها لي بس كده يومين قبل ما تعرضها علشان اعمل عليها حبه تصوير وانشرها على الصفحات وكده. وشيما هنا بيفهم ان هي مش عايزاها تاخدها. وبعد كده بيقول ليو ما تلبسها لها يا اسطى على طول انت بايدك الحلوه دي. وبتكون مكسوفه قوي بس لما بيلبسها نوز بتحاول تخف دمها تاني وبتعمل ان هي مكسوفه. وشيما هنا بيقول كان المفروض على فكره الحوار ده يحصل على انفراد مش قدامنا كده. ونوشي بيقول ليو كده البت دي قمر جدا ونصيحه مني تكملوا مع بعض دايما وتخليها عروسه الازياء والاساسيه بتاعتك ومفيش غيرها وما تسيبهاش. وهي بتوافق على طول. ونوز هنا بتجيب اخرها خالص وبتخبط بايديها في الترابيزه وبتقول والله العظيم ما هيحصل. بس لما حست ان الحوار هبل منها بتحاول تلحق نفسها كده في الكلام وبتقول قصدي لا. وبتقول لا 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 ده انا قصدي بس ان هي دي حاجه مش حلوه ليها لان الناس بس على النت هيكنهم يحوروا في الصور بتاعتها وفوتوشوب وحوارات وبيقولوا عليها اصلا كلام وحش. وعرضات الازياء بيبقى سمعتهم وحشه فما انصحكيش في الفكره دي على فكره الفكره دي مش حلوه ليه كده احنا كان قصدنا صورتين ثلاثه بس. وشيما بيقول لها ما حصلش ولو حد نزل لها اي حاجه ممكن تطلع وتكدبها عادي وتقول ان ده فوتوشوب عادي خالص. وكده كده ما هي بتنزل صورها على النت ولا انت اصلا قصدك اللي انت اللي هتعملي الصور وبتهدديها. فهنا بتقول له انت قصدك يالا. ولما يقول كده بيحاول يتدخل عشان يعدي الموقف فالاتنين بيقولوا له اسكت انت يالا. وبتشرب العصير وبترجع تهدي اعصابها. البت دي تحفه فنيه في تهدئه الاعصاب اساسا. وبتقول له لا 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 ده انا بس يعني كان هم عليها مش اكتر وبعدين احنا كده هنحتاج مكان تاني وحوارات لان عددنا هيبدا يكبر. فهنا بيقول لها لا لا عادي ممكن يعني من غير اي حاجه وبنفس التليفون اللي بتصوروا بيه وفي نفس المدرسه عادي مش لازم تأجروا مكان. ولا انت زعلانه من حاجه ومش عايزاها تقرب من حد ولا حاجه. وبعد كده بتزعل قوي بس بتقول له لا عايز عادي في ايه يعني. وبتكلم يو بتقول له احنا على فكره لازم نجدد العرضات الازياء وانت مش قلت لي ان انت بتحب التجديد وعايز تجدد عشان تبيع اكتر. وجه واحد مش هيبقى لطيف بالنسبه لنا بس هو بيقول لها انا شايف ان هي جميله وهتجيب مع الناس على فكره عادي خالص. بيقول لها انت متغيره ليه اصلا بقالك فتره على فكره الحوار ده ممل ووحش ومش هعرف استحمله تاني منك. وهي بتتصدم من الكلام قوي
قوي، وتمسك كده الشنطه بتاعتها وبتقلب فيها، فهو فاكرها ان هي هتمشي فيها، بتقول له لا امشي ايه ده، انا بدور على عصير بس كان في واحد هنا. فهنا بيقول لها على فكره انت اديتهولي واحنا في المدرسه انت نسيت. فهي بتقول له لا والله انا كده جبت اخري خلاص انا بحاول. راح جايبه كوبايه الميه ورميها عليه، بتقول له خلاص بقى انا جبت اخري، انا عماله ادي في امك واحبه في امك ولا بقى يقول لك حاجه ولا، وتقعد الشاليمو كده وبترميه في وش امك، مش عايز اعرفك تاني، اقول لك حاجه ما تكلمنيش تاني وهعمل لك بلوك يلا بقى. وهو بيتصدم صدمه عمره ان هو مش طايق النوز اصلا ولا طايق الطريقه بتاعتها الجديده اللي هي عماله تعامله بيها كده. دلوقتي بيجيب عصير كده وبيفكر هي كانت متضايقه ليه، ما هي اصلا اللي جابتها لي وعرفتنا عليها من الاول اصلا، والمكنه اصلا بتسحب منه 2 عصير بالغلط وبتحاسبه على 2 وبيقعد زعلان، وبيقعدوا كده بعديها جنب بعض والاتنين متضايقين قوي، وهي فرحانه قوي ان هو متغاظ وبتقول اكيد عامل كده بس عشان يفكرني ان هو مش مهتم بيا، وان هو دلوقتي قاعد بيحبني اساسا ونفسه يعترف لي بعد اللي انا عملته فيه اساسا. ما تعرفش اصلا ان هو زعلان ان المكنه اساسا سحبت منه حق 2 عصير، وهو بيقول والله العظيم لا اجيبك زي الكلبه لغايه عندي. اساسا بيفتح كده كيس شيبسي بالشطه وهو عارف طبعا ان هي بتموت فيه وتموت في حاجه اسمها شطه واي حاجه حلويات اساسا، وبياكل كده وبيقول انا مش هعرف اكل لوحدي على فكره يا جماعه، لو حد عايز يجي ياكل معايا، بيقول قدام الفصل كله ان انا ما باكلش الحامي قوي، يعني لو حد هنا بيحب الحامي ممكن يجي ياكله. ويلاقيها زعلانه اكتر اساسا ونفسها فيه ومش هتقدر اصلا تتكلم ولا تقول له اي حاجه، وبيقول لها الله انت زعلانه ليه دلوقتي طيب، وبتبص كده الناحيه التانيه وهو بيتغاظ اكتر علشان بتتجاهله، وهو بيقول ماشي شكلنا اصلا مش هنعرف نفتح المحل اساسا اللي احنا كنا عايزين نفتحه، وهي بتعيط اكتر وقدام الفصل كله بيبص له كده ايه اصلا تحقير قوي كده ليه، مش للدرجه دي مهما هي عملت، ده البت بتعشقك اساسا، وهو اصلا اللي باين اللي هو اللي بتنمر وبيرخم عليها مش العكس، مع انها دايما كانت العكس. وهنا بيقول لهم والله العظيم يا جماعه بتمثل عليك، اقسم بالله دي دموع تمسيح اساسا، دي كلبه وما تسواش. وهو بيزعق كده بيبص كده في الموبايل بتاعه لان الموبايلين اساسا متصلين في الواتساب وفي الانستا وفي كل حاجه، بيلاقي كده ان في رساله جايه لها هي عشان التليفونين اساسا متصلين، بيبص كده على الرساله وبيعرف ان هي هتروح لطوكيو علشان اساسا مقدمه في شغل هناك في شركه اعلانات، وبيزعلها كده انت هتنضم للقناه اساسا وتمشي وتسيبينا، وبتقعد تضحك عليه اساسا وبتجري، وبنعرف ان هي فعلا كانت دموع تمسيح وبنت الكدابه، وهو بيجري وراها كده ما بيلحقهاش، وبيقابل اينوشي وبتقول له ان اصلا اينوس بعتت لها رساله ان هي هتمشي وهتروح لطوكيو وهتسيب لها اصلا يو تشبع بامه، بتكون زعلانه قوي ان هي السبب، وبتقول له انا مستحيل اشارك في حاجه زي كده، وبيقول لها كده عايزين نجيبها بس كده باي طريقه ونفهم منها في ايه، وهي بتطلع كعك وبتقول له ما تخافش انا اجيب الكلبه دي لغايه عندنا، وهو بيقول لها يلا وانا معاكي ومعايا عصير كمان يلا، وبيحطوا لها كده الحاجه وبيستنوها زي ما يكون بيصطادوا اساسا، وهي بتكون شايفاهم وبتقول لهم اكيد يعني مش هروح اخدها، وبتروح تاخدها زي الكلبه ان هي اساسا بتعشق حاجه اسمها حلويات. عبيط يا جماعه. وهو بيقول لها طالما انت اصلا نفسك ان انا اعبرك بتتجاهليني ليه من الاول، وهي بتقول له انا روح يلا شوف لك كلبه تعبرك، وبتمشي وتسيبه كده وهو بيجري وراها، بيقول لها انت زعلانه عشان انا خليتها اساسا العريضه الاساسيه بتاعتي، وهي بتقول له ايه انا هزعل منها ليه، ما تتفلي انت، وهي بتديله بالقلم. حلال فيه الصراحه، هو غبي ده بينافس لوفي اساسا على الغباء، وبيقول لها كده والله انت بتضربيني كده فجاه من غير ما اعمل لك اي حاجه، وبعدين عايزه تمشي وتبعدي ليه، ما خليتيني ليه اتعود عليكي من الاول اصلا، وقربتي مني بسرعه جدا ليه، ايه انت كنت فكراني لعبه اصلا تلعبي بيها، ولما تتضايقي منها شويه بترميها خلاص، لما خلاص اتسليتي وعملتي كل حاجه، وبتخانقي كده معاه وهي بتزقه وبيخبط كده هو في الاكسسوار بتاعها وبيقع اللي هو السلسله وطوق اللي هو بيكون على رقبتها، وبيقع كده وبيكسر وهو بيدوس عليه بالغلط طبعا، وبيحاول يتاسف لها بس هي لا رجا منها اساسا، وبتزعق له كمان وزعلانه، وبيقول لها ايه اللعبه بتاعتك كانت حلوه قوي كده خلاص خلصت لعبه ترميها، صح لعبتي كويس والله ودورك كان حلو قوي في المسرحيه، ودلوقتي هتسيبيها وتمشي. وهي بتعيط كتير قوي كده وشكلها فعلا بجد بتعيط بجد المره دي، يعني بجد متاثره جدا 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 جدا، وبتقول له من على فكره ممكن اقول عليك كده برضه انت اتسليت وخلاص ومشيت، ولا ناسي اساسا ان انا اصلا اللي كنت بساعدك في كل حاجه وبديك كل الاهتمام بتاعي وطاقه وبعمل لك كل حاجه في شغلك وفي حياتك، وبتعيط قوي 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 المره دي بجد، بقول لها اكيد لا يعني. وهنا بتقول له ما خليتي الزفت دي قريبه منك قوي كده ليه بسرعه، ده انا اللي كنت بعمل لك كل حاجه، هي جت كده بسرعه وخدتك خلاص كده مني، انت بتخليها اساسا رقم واحد في حياتك وكل اهتماماتك اساسا اتغيرت بسرعه ليها، وبما اني عارفه الحب فقررت ان انا اسيبكوا اصلا لبعض وشبعوا ببعض في 60 داهيه، انا عمري ما اكون رقم 2 في حياه اي حد مهما كان مين. والله حاسس ان هو على مسلسل تركي اصلا. ونوش كده بتبعت شين ما يطمن على الولا يو، ويو هنا بيقول له انت ليه اصلا طلبت من الاول ان هي تكون العارضه الاساسيه مع انك عارف ان هي تتضايق وانت كنت عارفها اكتر مني قبل كده، اكيد انت ما بتحبش الشغل قوي كده يعني علشان عايز تشهره بسرعه وشايفها ان هي موديل حلو. يقول له ما تجيش عليا قوي كده وتلاقوني انت اصلا كنت موافق بالحوار اساسا من الاول، وانت اللي كنت بتهمش النوز اساسا من حياتك مش انا اللي جيت بوظتها. وهنا بيقول له دي اقرب حد
بيرد ليا اساسا، وشيماء هنا بيقول له لا والله امال مش عارف تكلمها ليه وعمال تجري وراها في المدرسه والمدرسه كلها عارفه اساسا. وعلى فكره انت لازم تختار حد ما بينهم، انا جاي بس افهمك ان انت هتخسر الاتنين في الاخر، فحاول تختار حد يا ده يا ده. انا مش هنكر لك ان كان في البدايه كنت متغاظ اصلا من انوز، وكنت بحاول اخد حقي منها على اللي هي عملته فيها زمان، بس الصراحه صديقه عمري اللي هي اساسا نوشي زعلانه قوي ودلوقتي وشايفه ان هي السبب وهخسرها هي كمان. فالصراحه قررت ان انا احاول احل الموضوع يعني، وعلشان كده بس انا جيت اتكلمت معاك، ولازم تختار واحده ما بينهم زي ما قلت لك. وبيجي بالليل كده بيقول لها هي الرساله دي كانت صح اساسا ولا انت اللي عاملاها ولا انت رايحه فعلا ومسافره؟ وبتقول له مسافره علشان اكتشف قيمتي بدل ما انا اصلا شغاله عندك وما بعملش اي حاجه وما بنكبرش، فانا قلت اروح بس عشان اكبر. وايه انت نسيت ان انا شغاله في التسويق الالكتروني ولا ايه؟ اشك انك هتفهم ان انا اللي شايله الشغل ده اصلا ما تعرفش يعني ايه تسويق. ويفتكر كده ايام لما كانوا مع بعض اساسا وان هي كانت بتعمل له كل حاجه فعلا، وبيقول لها كده ممكن تلغي الموضوع ده، فهي بتقول له لا طيب هرجع لك طيب واعتذر لك واعمل لك اي حاجه، وبيبعت لها كده ستيكر بتاع قطه بتعيط، بس هي ما بتردش اساسا وبتحاول كده تنام بس ما بتعرفش، وبتفوق كده وبتضرب القطه بتاعت القطن بتاعتها اساسا. البت دي شريره قوي يا جماعه، وبترجع كده لوضعها في 360 درجه ولا كأن حاجه حصلت. انا هخليه برضه يعتذر لي ويجيب لي واحده بدل اللي كسرها ابن الجزمه ده ويترجاني ويقعد يعيط قدام الناس كلها، وخليه كمان يتضرب على البوس عشان ما بيعرفش. الواد ده فاشل وضعيف الشخصيه اساسا. هو بيجي كده تاني يوم، بس المشكله هنا ان هو بيديها لها هو كمان. ايه ده اللي حصل له؟ فبتبقى زعلانه قوي جدا. وايه ده هو محتاج طيب وقت عشان يعتذر لي؟ ماشي هسامحه برضه انا افورتها معاه عادي. وبترجع كده البيت وبتقول اكيد هيجي لي في اليوم بتاع الاجازه بتاع الاسبوع اللي هو العطله الاسبوعيه اكيد. والليل كده بيجي وبرضه مفيش اي حاجه، وهي لسه لا هو بس يعني ندمان، بس يعني جاي على كرامته شويه، فاكيد شويه وهيجي لي انا هسامحه برضه. بتقول كده لما افتح كده الانستا بتاعه او الفيس وتشوف كده ان مش اساسا متصوره معاه ومنزله الصور وبايس كريم كمان، وبتتغاظ اكتر، وبتروح كده تروي الزرع اساسا وبتعيط اكتر، وتسيب كده السكن بتاعها وبترجع لبيتها وبتقابل اخوها هناك. وطبعا بما انها اكتر واحده مفجوعه في الحياه فبتروح على طول على الاكل، انتوا عاملين اكل ايه؟ وتروح كده تظبط الاكل، وهو بيقول لها انت شكلك اصلا ما كلمتيش يو بقالك اسبوع او اكتر صح؟ اصل باين عليك قوي السكينه بتقع منها. وبيقول لها لا باين قوي. ولما بيعرف الموضوع كده بيزعق لها قوي، يعني انت اساسا خططت انك تبعدي عنه وقلت له انك هتبعدي عنه، لما حاول يرجع لك وحاول يكلمك اتجاهلتيه وضربتيه بالقلم كمان وفي المدرسه، ولما اتحايل عليكي كمان على الواتساب ما ردتيش عليه، واستنيتي كمان منه ان هو يعمل ايه، واستنيتي كمان منه ان هو يجي يتحايل عليكي ليه يا امك. ولا ما تنسيش قوي اللي حصل من سنتين، انت مدينه ليا بعمرك كله اساسا باللي انا عملته لك اساسا انت ويو من سنتين، لما اصلا رحت اتحايلت على البيت اخت انوشي اساسا وتوسلت لها علشان تقبل ان انا عندكم اساسا، وكمان عرضت العيله كلها وعرضتيني ومحدش فينا كان عايزك اصلا ليو. لا وجايه بعد ده كله تهزري وتقولي لا انت عبيطه يا بنت، خليتني اعمل لها حاجات كتير، ده انا ركعت لها وعيطت لها وكمان كنت بلحس لها دي نتخطى الحته دي علشان هتأفور منهم ان احنا عالم محترمه. وبيكمل كده انا ما كنتش متحمل الذل اللي كان فيا ساعتها، وكنت بعمل كل ده عشان انت جيتي لي عيطتي لي وقلتي لي لازم تعمل كده علشان يو. وايه بعد ده كله جايه تقولي لي ان انت عايزه تسيبيه ومسكها كده يا بنت؟ انت كنت بتلعبي بالولا وبيا وبينا كلنا صح؟ كل ده علشان بس كنت حاسه بحبه ملل يعني كنت بتتسلي بيه فعلا؟ وبتقول له كان في الاول بس والله العظيم حبيته بعد كده. وهو بيقول لها ايه يا روح امك حبيتيه؟ كنت بتلعبي بينا في الاول؟ ولا ايه الاهم عندك بس الاول كده، هو الحب ولا انك تلعبي بيه ولا انك تخليه لنفسك ولا ايه بالظبط؟ انت بس كان عندك حب وامتلاك للحاجه وكنت عايزه تمتلكي ليكي لوحدك، وفي نفس الوقت مش هتتجوزي ومش هتحبيه ومفيش اي حاجه، انت عايزاه يقعد جنبك بس. لا وكمان ايه انت اللي عرفتيه على البيت، والايه الاخت اكتر حد بكرهه في حياتي، بنت الجزمه اللي خلتنا الحس على فكره يا جماعه يلحس كعبها ما فيهاش حاجه يعني، والتراب بتاع رجليها والجو ده يعني نزلته الصراحه عشان ما حدش بس يفهم غلط، لان حسيت وانا بسجل انها تتفهم يلحس حاجه تانية خالص. صفوا النيه بقى. وبيكمل كده بيقول لها اعملي اللي انت عايزاه، بس انا بس كان صعبان عليا ان انت خسرت عيلتك وخسرت كل حاجه وكمان هتخسريه هو كمان، يعني حاولي تاخدي حاجه من الاثنين. وبيجي كده اليوم اللي بعده، بس المشكله هنا ان هو اللي بيتجاهلها جدا جدا جدا، وتبعت له كده رساله بعد الحصه وبتقول له ان هي عايزه تقابله. فهنا بيقول لها خلاص تعالي عند غرفه العلوم بتاعه النادي، وبتروح له كده وبتحاول تعتذر له، بس الكبرياء عندها كبير قوي 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 مع اني مش شايفها غلطانه قوي. المهم كده بتقول له بخصوص الوكاله بتاعه طوكيو وما تعرفش اصلا تكمل، والكبرياء عندها عالي قوي، وبيقول لها كده عايزه اديكي حاجه، وبيديها كده الجواب بالغلط بتاع تحويل المدرسه، ومش عارفين هنا هو بالغلط ولا هو كان قاصدها. وبنعرف كده ان هو اصلا عايز يحول من المدرسه اللي هو فيها
هي المدرسه في طوكيو علشان يفضل معاها، وكمان هيسيب الشغل بتاع الاكسسوارات علشان هو السبب اللي عمل كل اللي ما بينهم ده اساسا، وان هو يشتغل اي شغلانه عاديه. فهنا ما قدامش منه جواب قوي كده بسرعه، وبتقول له يلا هيش هيش كده كده مش هروح، وبيهرب منها قوي. ازاي انت مش قلتي يا بنتي ان انت اصلا هتروحي هناك؟ تف كده اساسا العصير في وشه عشان تشتغلي، وبتقول له ابعد عني يلا، ولا ابعد يلا انت قربت قوي كده ليه، في ايه يلا هيش. وبتقول اصلا في سرها انه لو فضل كده كتير هتبوسه، وهي اصلا بتحبه وبتعشقه وبتبعد كده عنه، وبتقول له ما عنديش مانع على فكره ان هي تعمل لك ده، بس انا اللي هبقى اساسا العارضه الاساسيه زي زمان زي ما بدانا من الاول. بيقول لها موافق وبيديها كده الطوق، وبيكون اصلا عامله لها كده تاني. بيقول لها موافق كده وبيديها الطوق، وبيكون عامل لها اصلا اكسسوار تاني، وبيقول لها موافق كده وبيديها الطوق، وبيكون عامل لها اكسسوار تاني كده وجواه زهره اصلا، والزهره دي زهره اوليب الارجوانيه، وتقريبا هي نادره. وبيقول لها كده ان هو ما عندوش اهم منها اساسا في حياته، وهي بتفرح وبتنط عليه كده كالعاده، وبتقول له لبسها لي. وهنا بيقول لها لبسك يلا يخرب بيتك، ده اصلا طوق مش لاسبوعك، وبيلبسه لها برضه. وبتقول له نفس الكلام اللي قالته له كتير قوي، لو وصلنا لل 30 واحنا الاثنين سنجل اتجوزني واختارني، لما تكونش نادل. وبتخش كده تنظف وشها، وبتقول كده ما قاليش ان هو بيحبني ابن الجزمه، بس مش مهم انا هفضل في حياته برضه واخنق صحاب عادي. وتطلع كده وتلاقي بنتين داخلين عليها وبيقولوا لها هو مش دي صوره الولد اللي انت ماشيه معاه، هو بيخونك ولا ايه؟ وشكلها اساسا هتسيبه في الحلقه الجايه، لان اصلا شكل الصوره في وضعيه مش لطيفه خالص، وما تحتملش اساسا ان هم كانوا يكونوا صحاب، لان الصوره دي اكيد متجوزين حتى مش صحاب ولا مرتبطين حتى، ده جواز. وبنشوف كده اخر لقطه اساسا في الحلقه ان هو اساسا بيكلم واحده كده وبتقول له يا ريت بس الزهره تكون عجبتها، وهنا بيشكرها اساسا على الزهره، وبيستغرب اصلا ان هي عرفت ان هي اصلا لانوز. وبنشوف كده ان الصوره اساسا هتخليهم يفركشوا اساسا الحلقه الجايه، لان هي تقريبا شايفاه بيخونها مع حد. يا عيني عليك يا ابني، ما بتتهناش اصلا من الحلقه للحلقه، بيطلع عين اهلك اساسا. اخواتي لما اتفرجتش على الاربع حلقات اللي فاتوا انت فايتك كتير قوي 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 على فكره. انت هنا كده في المره اللي فاتت لما انوش شافت حاجه غريبه كده في التليفون واتخضت جدا منها. ويلا بقى نخش من غير تمطيط نشوف كده المصيبه اللي مستنيه عمك يو. وبتبتدي كده الحلقه معانا وان عمك يو كده بيرسم زهره غريبه كده، وبيقول انا طول عمري اساسا بحب اي حاجه زي الكوس قزح والقلادات والحاجات دي، انا دايما غريب من وانا صغير. وطبعا الكلام ده حصل من سنتين، وبيكمل كده كلام انا عايز ازرع اصلا الزهور في المحل بتاعي اللي هو المتجر اللي هو شكله امه مش هيفتحه اصلا ولا هيتنيل على عين اهله. وبنشوف كده نوز بتقول له انت جاي ليه؟ اكيد ما استحملتش تقعد من غيري، بتحبني صح؟ والكلام ده طبعا قدام الفصل كله. انا عرفت ازاي هي بدات تفضح امه في المدرسه، وطلعت عليه سمعه زي الزفت، وان هم بيعملوا حاجات كده زيكو سيكو كده مع بعض، والناس كلها خلاص اقتنعت، ما خلاص ما قدامهم اهو. قسما بالله الواد ده غلبان قوي. وبتكمل كده كلام قدام الفصل كله، بتقول له انت كنت جاي لي وبتحبني وبتموت فيا على فكره، وانا عارفه مش لازم يعني تفضحنا كده قدام الناس. وبتلعب كده في وشه قدام الفصل برضه. ايه يا ابني ده انا لو مكانك كان زماني نطيت من الشباك اساسا. وهو اصلا انت طلعت لي منين؟ ربنا ياخدك يا بعيده، محدش هيعبر امي بعد كده. وبتاخده كده وبتمشي وهم ماشيين كده، وهو بيقول لها بعد اذنك انا عايز اتغدى لوحدي واكل لوحدي فيلا سلام. مره واحده كده بيلاقي العصير اصلا دخل في بقه. انت تشرب اشرب يا واحد كده من صحابه بيقول له، وهو تقريبا شيماء على فكره يعني، يا اسطى تعالى ناكل مع بعض وسيبك من العبيطه دي. هو اصلا خايف من البيت، وحتى البت اللي معاه دي خايفه منها. هي البت دي بترعب الناس هنا ولا ايه بالظبط؟ هي كانت عامله ازاي من سنتين في الاعداديه؟ بتقول له امشي يلا بدل ما اخلي امك تعيط عليك هي والبت اللي جنبك دي. وبيقول لها كده في حفله كده الكايروكي كده ما تيجي كده معانا. وبتقول له لا انا بحب الموسيقى بس لا مش جاي لي مزاج. وبعدين انت مش كنت عمال تتحال عليا امبارح في الشات اساسا وانا كرفت لك وطنشتك؟ ما بتحسش يلا ولا ايه؟ وطبعا هي بتغيظ البت اللي جنبه اساسا. وبعد كده سابتهم كده ولعوا في بعض كده ومشيت وخدت يو كده وراحت. يا اسطى انت بتتجاهلني بقالك فتره، في حاجه ولا حاجه؟ هو انا عملت لك حاجه؟ وهي اصلا عماله تزغزغ امه اساسا تقول له انجز يلا، ولا عملت لك ايه انجز يلا بطل هبل. بقول لها في حاجه كده اسمها صف وزمايل وفضايح، انت عماله تفضحه في امي. وهي بتقول له ما تسيبك منهم يا جدع، في ايه ناقص هبل ايه يعني؟ بيقولوا كلام وحبه هبل عليه عادي وما تسترجل يا ايه ده ثانيه واحده. يعني هو انت اصلا عارفه ان هم بيقولوا عليا حاجات وان انا عملت معاكي حاجات كمان اي حيوان؟ وبعدين كمان عمالين يقولوا ان انا فقير اساسا وانت غنيه ومش هننفع لبعض وان انا اللي بجري وراكي، ولا انت مهتم ليه؟ وهو بيقول انا مش عايز اكون عقبه في طريقك اساسا، واكيد انت بتحب حد وهياخد فكره عنك وحشه قوي. ففي حركه كده جريئه جدا بتوري له التليفون كده، وان شيماء اصلا عمال يتحال عليها بقاله شهر عشان يرتبط بيها، ومش عارفين دي امتى بالظبط، لان احنا عارفين ان هي ارتبطت بيه فعلا بس امتى في الاحداث دي مش عارف الصراحه. وحتى صاحبته كده مفكره ان يونس عايزه تاخد الواد منها اساسا وهي كارفاله. اما بقى لو انت قصدك على المجموعه اللي انا فيها اللي هي الشعبيه والهبل بقى بتاع النوادي والهبل ده، لا ده دول عالم زباله اساسا، واصلا كلهم اساسا ولاد بتوع بنات يا اما بتوع حوارات
وحوارات كده هبله ده. يا اسطى انا بحبك انت. لا فعلا قالت له كده، انا بحبك انت وبحب عينيك اساسا في الشغل. وطبعا حورت الكلام في الاخر على الشغل. وبنسمع كده جمله غريبه ما كنتش متوقع اصلا ان هي ممكن كانت تقولها في يوم من الايام، وهي بتقول له اننا نفضل صحاب وعمرنا ما نبوظ الصحاب دي باننا نرتبط او نحب او كده، وانك عمرك ما هتحبني. وهو بيوافق وبيقول لها انت اكتر شخص اصلا قريب مني واكتر شخص بحبه اساسا. وطبعا هنا كان قصده صحاب، بس هي هنا اصلا بتكون بتسجل له وبتسمعه كده التسجيل وهو بيقول اللي هو بيحبها. انا عرفت الواد ده اتفضح ازاي يا جماعه في اول حلقه، كنت مصدوم وما كنتش مصدق اساسا ان هي فعلا فضحته، بس فعلا طلعت بنت جزمه. بيزعلها كده كالعاده وبيقول لها امسحي بقى يا بنت الجزمه اللي بتاع ده، وهي بتقول له مستحيل مستحيل امسحها، اساسا بيجروا ورا بعض كده. وبتقول له احنا هننزله اصلا على جروب المدرسه عشان في ناس اساسا حتى في المجموعه بيطردوني وعايزين يرتبطوا بيا، فانا هقول لهم ان انا مرتبطه فكده هخلع منهم. هو بيتضايق اكتر، وانا مال امي اساسا ما تقولها انت وامها. وبتمسك كده ايده في لقطه غريبه جدا بتقول له ايه ده، يعني انت اصلا مش عايز نبين ان احنا مرتبطين وكده، انت عايز اصلا نبقى مرتبطين حقيقي؟ وهو بيقول له انا لو بموت على فكره عمري ما ارتبط بيكي. يا بنت هي ناقصه جنان، دي انت مجنونه، روحي اتعالجي بقى. بنسمع كده كلام الراوي اللي هو اصلا يو، وهو بيفكر كده بعد السنتين وبيقول انا اساسا وقتها ان انا عمري ما هقع في حبها، بس انا دلوقتي فعلا حبيتها مش عارف اعمل ايه، ومستحيل ان انا اعترف بحبي لان احنا اصلا وعدنا بعض ان محدش هيحب التاني، وان احنا اصلا ممنوع نبوظ علاقتنا ببعض اساسا بحبه حاجات هبله زي الحب والارتباط. وبتخش عليه كده وبتسلم عليه وهو بيبتسم كده ابتسامه مخيفه. وايه ده ايه الابتسامه المخيفه دي؟ ياض انت ناوي تعمل فيها حاجه صح؟ محضر لي مصيبه صح؟ وبيبص كده على ايديها وبيقول لها فين الخاتم صحيح يا بنت؟ وتقول له هنا فوق، اطلع فوق. بيبص عليه كده بيقول لها تحب اعمل لك ختم بقى بجد بدل الهبل اللي انت عاملاه ده؟ وبتقول له لا دي اول اصلا هديه تجيبها لي اساسا بجد من نفسك بدل الهدايا اللي انا باخدها منك عافيه كده بلطجه. اساسا بتتكلم كده كتير وهو مش مركز اصلا وبيفكر كده. طب الحمد لله اساسا ان هي ما طلبتش خاتم عشان ده هيبقى فعلا اعلان لحبي ليها اساسا. وبتقول له ولا اوعى تكون بتفكر في اللي انا بفكر فيه، ان انت مفكر ان انت مش هتجيب لي خاتم، لا انت هتجيبه، بس دي نقره وهذه النقره. ايه مكسوف تجيبه او كده عشان بتحبني قوي صح؟ انت عايز تعترف لي بحبك، اعترف قول عادي استسلم، مش لازم فكك من الوعد اللي احنا وعدناه، قول ان انت مستسلم وعايزنا نخرج مع بعض. هو نفسه كده يقول لها موافق، بس طبعا مستحيل يعملها، بس كده بتجيله كده فكره ان هو يقلدها في نفس الرخامه اللي هي بترخمها عليه، وبيمسكها كده وبيقول لها لو قلت لك ان انا موافق هتيجي تخرجي معايا النهارده؟ على اساس ان هم ما بيخرجوش يعني. وهي اتكسفت قوي كده لاول مره وبتبص كده حواليها يكون في ناس وشايفينهم، مش عارفه هي مكسوفه ليه اساسا، ده كانت لازقه اساسا. وبيرجع كده في كلامه بيقول لها لا ما تخافيش انا بهزر يعني. وهي بكل برود ماشي انت ايه، انت مفكرني اساسا ان انا اصدقك؟ انت اهبل يالا. بتقول له روح بقى انت عشان انا عايز اعمل حمام وكده. وبتروح اساسا وبنكتشف ان هي كانت بتتبرد عليه اساسا بام العصير اللي هي بتشربه ده اساسا، وكانت هتقع اصلا بالكلام وتقول له ان هي موافقه، وبتقول كده في سرها ما عرفتش تقول له اساسا ان الناس عرفت ان هو اللي منشئ الموقع بتاع يو. ولا وكمان ايه ان هو كمان اللي بيصنع القلادات وكده. وكمان بنشوف ان اصلا نوشي بعتت لها رساله غريبه كده مكتوب فيها لن اتحدث معك مره اخرى. وبنشوف كده المدرس بيعدي على يو كده بيقول له ولا عدى عليها بعد الحصه. بعد كده بيتكلم انوز وبنعرف ان هو اصلا سلم ورقه الامتحان فاضيه ابن المجنونه، تقريبا كان ناوي ياخد الدرجتين بتاعت نظافه الورقه. وبتقول له ايه اللي انت بنيلت ده؟ وبيقول لها لا ما تخافيش انا جاوبت على سؤالين ما سلمتهاش فاضيه. وبتساله ليه؟ وهنا بيقول لها ان هو كان تعبان اساسا عشان كان بيصنع القلاده اساسا اللي هو كان بيعملها لها. وبتكون زعلانه كده وبتقول له ما تخافش انا اساعدك في كل حاجه اساسا. وكمان بتقول له الناس اكتشفت حوار الموقع، فهنا هو ما بيديش اصلا اي رد فعل عادي. ايه المشكله يعني؟ وهي بتقول له انت مش زعلان يعني او كده؟ بيقول لها لا عادي. وتقول له لا ده في مصيبه هنا ان كل البنات اصلا هتعرف وهيبقى في معجبين كتير قوي، وكمان هيحصل نفس مشكله انوشي بنت الجزمه اساسا هتتكرر تاني وانت هترايل عليها. ده انا لو شفت انوشي هموتها اصلا، وانت اصلا مش لاقي كلبه فهتوافق على اي واحده. وبيطلع كده روح السيمب اللي جواها وبيقول لها طالما الخاتم ده اصلا على رقبتك المفروض تعرف اصلا ان انت رقم واحد عندي في حياتي، ومفيش اي حد ممكن يملى عيني لا انوشي ولا نيله. ما تولع انوشي اديله حته قلم اساسا، ولا بطل كلام التزويد بتاع الرجاله ده. لا وهو بيقول لها ايه ده هو انا مش راجل ولا ايه؟ وبيبصوا كده بيلاقوا نوشي قدامهم اللي عمالين يجيبوا في امها اساسا. وهو بيقول لها نوشي عامله ايه انت هنا من امتى؟ بتقول له ما من ساعه ما كانت بتصرخ وبتقول البنات وعماله تجيبوا فيا انتوا الاثنين ان هي رقم واحد. وعموما اسفه على التطفل والهبل ده انا ماشيه. وبتمشي والنوس هنا هو حصل حاجه ما بينكم يا اسطى؟ وانا بيقول لها لا هو انت بقى حصل حاجه ما بينك وما بينها؟ لا برضه. وبيفكر كده في سره وبنعرف ان حصل امور كتير ما بينهم بس هو مش قادر يحكي عشان مش هينفع يحكي لها اساسا.
ان هم كانوا متخانقين ساعتها، وهو تقريبا هبل الدنيا، وهي بتفكر كده وبتقول انا زعلانه على البيت اساسا بس عادي معتبره ان هم محتفظ بيول نفسي، عندها عقده نفسيه او شيزوفرينيا مش مفهومه بالظبط البت دي. وبعدها كده بتروح لشيما وبتقول له انت سربت ليه معلومات يو، قلت ان هو اللي صاحب الحاجات دي اساسا وان هو اللي بيصنع القلادات. وهنا بيقول لها عشان اساعد رين اساسا ان هي تهزمك وتاخد الواد منك، وتقول له انت حيوان وانت لسه ما نسيتش اللي كان ما بيننا قبل كده، انا اسفه للبت عشان البت صاحبتي فعلا وما كانش نفسي حاجه تحصل لها او تتكسر بسببي، بس يو صديق عمري وانا اللي بقالي سنتين معاه اساسا انا اولى بيه. وهنا بيقول لها انت مجنونه او حاجه، طب ما اساسا لو انت كنت عايزاه قوي كده ليه ما رحتيش معاه اصلا طوكيو وسبتكم الدنيا هنا ليه؟ هو عنده موقع وشغال والدنيا معاه حلوه وانت اصلا غنيه، ما تمشي وخلاص. بس انت انانيه مش عايزه تتخلى عن اي حاجه نهائيا، بس هو قرر يتخلى عن كل حاجه حتى اهله وعيشته وكل حاجه عشان يجي معاكي ويروح طوكيو ويمشي كده ويسيبها. وبنشوفهم كده ماشيين مع بعض وبتقول له ان هي اصلا سالت اخوها عن اعاده الامتحان وهيساعده كتير قوي اساسا ويعمل اي حاجه. ويا اصلا انت ما جيتش صحيح البيت عندي بقالك اكتر من سنه، انت ما بتجيش ليه يالا حيوان انت، تعالى. وبتاخده كده وبتوديه وهم كده ماشيين في الطريق كده وداخلين على البيت. وحاول صفي النيه في الحاجات اللي جايه عشان ما فيش تصفيه نيه، بجد 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 الباقي من الحلقه ما فيهوش تصفيه نيه، فانت صفي النيه على قد ما تقدر. وتقول له كده ان جدها اصلا في المستشفى وامها مع ابوها وهم مسافرين اساسا واخوها كمان مش في البيت. وهنا بيقول لها ايه ده وانا هنبقى لوحدي معاكي ولا ايه؟ وبيتصدم كده صدمه عمره. وبعدين ايه ده هو مش انت قلتي اصلا ان اخوكي اصلا هيساعدني؟ فهنا بتقول له لا كان وراه شغل بس ومشي وهو مش موجود دلوقتي هنا. وبتصدم اكتر اصلا، واول ما بيخش كده بتصدم ان اخوه اصلا موجود قدامه عادي خالص وبنت العبيطه بتضحك وراه. يا جماعه البت دي فصلان فصلان فصلان. بس بنعرف كده ان اخوه اصلا شغال في منصب مهم في المدينه وعايز يستغل يو الموقع بتاعه علشان يشهر المدينه بتاعته اساسا، وكمان في الاخر لو يو اتشهر فطبيعي المدينه هتتشهر معاه، وهو طبعا من رؤساء المدينه فهو اكتر حد هيستفيد. ويقول له كده انت هتذاكر دلوقتي وبيجيب له الكتب ويشاور له عليها والنوز كده بتجري اساسا. هو انت تسيبيني ولا انت مش قلت ان انت هتساعديني في المذاكره؟ وهنا بتقول له لا مذاكره ايه، انا ما بحبش المذاكره يلا سلام. وبيجي كده بالليل وبنعرف ان هي ظبطت له الميه بتاعه الحموم وبتقول له ان هي هتستحمى معاه كمان، وبيقول لها بجد تضحك كده التاني كالعاده. والله البت دي تستاهل اساسا احسن شخصيه انمي اساسا في 2025 كدابه. ويبص كده عليها وبيفكر كده ايه الاكسسوار اصلا اللي هيليق على اللبس ده، وهي بتبص كده ايه ده انت بتبص عليا ليه يا اسطى في ايه، انت عايز نخش معاك فعلا ولا حاجه؟ وبيقول لها لا 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 لا، هو بتقول له انا ما قلتلكش على فكره ما تبصش عادي، بص اهو يلا اتفرج. الانمي ده مش عارف قلب اتش ولا ايه. وصفي النيه يا ابن خالتي علشان اللي جاي زباله فعلا، بس صفي له النيه ومش هيطلع زباله. وهو بيقول لها لا 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 انا عارفك وحفظت امك، انت اكيد بتكدب عليا. وبتطلع له لسانها اساسا. بيخش كده الحمام وهو اصلا مش حمام ده ينبوع يا جماعه، ايه العيله الغنيه دي يا خال. فبتقول له كده اقلع وسيب اللبس عندك في السله وهبعت لك حد من الخدم اساسا يشيل اللبس وكل حاجه وهو يظبط لك كل حاجه. بعدها كده بيقلع ويشوف كده هيقعد على انهي كرسي، وهي بتخبط كده وبتخش مره واحده اساسا وبتقول له ايه ده يا مكار، ده كله عشان تخليني اشوفك كده؟ قلعت هدومك ليه يا بنت الجزمه انت اللي قلتي لي اساسا، وبعدين انت عايزه ايه وداخله هنا ليه؟ بتقول لي انت اشتغلت كتير بس النهارده كده فجاي اغسل لك ظهرك اساسا. لا كده انا نفسي مش قادر اساسا اصفي النيه، بس انت حاول يعني. تقول له ما تخافش يا ابني احنا مش صحاب قريبين اساسا، ولا انت شايفني حاجه تانية ومفكر حاجه تانية؟ يا شيخه ده ابليس اساسا مبهور منك، ده هو ذات نفسه ما كانش هيعرف يقنعه. هنا بيقول اكيد البت دي بتهزر كالعاده فانا هكسفها بقى المره دي. وبيقول لها موافق تعالي ويلا بقى. وهي بتتكسف كده وبتقول له خلاص ماشي استنى كده هقلع كده وهجيلك. وبتبان كده من ورا الباب فعلا ان هي فعلا بتقلع. وبيروح يقعد كده وطبعا الباب بيفتح وبتقول له اقفل عينك بقى كده عشان انا من غير لبس خالص. ولما بيغمض عينيه كده بيقول لا انا مش مستحمل انا لازم اتفرج. اتقمص يا قلب اخوك. يا جماعه والله الانمي ده يستري الضحك اقسم بالله. بيقول له انا ما كنتش متخيل ان يحصل زي ما هي رسمت بالظبط. ويو كده بيقول له ايه ده انت مش بتغير يا اسطى على اختك والجو ده، يعني مش حاسس باي حاجه غريبه؟ طيب هو بيقول له لا عادي احنا عيله وسخه مالكش انت دعوه. وبعدين دي ما يتخافش عليها يا اسطى، هو فعلا ما يتخافش عليها. ويقول له انتوا صحيح بتهزروا نفس الهزار بنفس الاسلوب ده دايما صح؟ هو بيتكسف قوي. لا والله العظيم ما حصل، انت فاهمني غلط، انا ما عملتش اي حاجه معاه ودايما والله بوقفها. والتاني اصلا طلع بيضحك عليه اساسا وبيقعد يضحك ضحكه بارده اساسا ومش فارق معاه حتى لو بيهزروا كده اساسا، ده ما عندوش دم خالص ولا احساس. هي العيله دي فعلا مجنونه. وبيكمل كده حلو انكم اصلا اتصالحتوا ان هي اعتذرت لك. وهو اعتذرت لي مين يا اسطى؟ ده انا اللي اعتذرت لها اساسا ورحت لها. ايه ده هي ما نفذتش كلامي؟ لا بقول لك ايه بقى انا عايز اعرف التفاصيل بقى دلوقتي. وبنروح كده للنوز اساسا العبيطه وبتفكر في مصيبه جديده كده تعملها في الولا. بتفكرني كده باللعبه اللي هي ازاي تخنق جارك دي، فاكرينها اللي احنا كنا بنلعبها كده زمان وبنخنق بيها الراجل؟ والله الراجل ده غلبان يا جماعه، كبرنا وبقينا زيه. والباب كده بيخبط وبتفتكروا يو كده بتظبط كده لبسها وكل حاجه وبتيجي
تطلع له كده وتلاقي كده اخوها في وشها بيقول لها انا عايز اتكلم معاك كده في خصوص حاجات كده غريبه، زي الولد الغلبان اللي انت تقريبا بتلعبي بيه وخليتيه كمان هو اللي يجي يعتذر لك يا بنت المفتريه يا ظالمه. وبيجي كده اليوم اللي بعده بيوصل يو كده وبيكلمه في حوارات الامتحانات، بس بيلاقي يو كده ان البت نوز اصلا بتعيط ورا وبيقول له هي فيها ايه مالها. هنا اخوها بيقول له لا ما تخافش ده قله نوم بس، بقول لك ايه وانت معدي كده بعد على الصيدليه هتلاقي مهدئات الحاجات اللي هي بتاعت الدكاتره النفسيين دي، هتلاقي اي نصيبه قدها لها. وهنا بيتاكد يو ان هم عيله مجانين وهو مش فارق معاه اخته اصلا. والله يا ابني المفروض تكون عارف من زمان ده العيله غريبه اساسا. بيزوروا كده وبيقول لها كده انت بخير، فهنا بتقول له اه طالما هو مشي خلاص. ونوشي هنا بتخش عليهم ايه ده شبح، بتقول له انت خرجت ازاي من العربيه مع البت دي، انت كنتوا مع بعض او حاجه؟ وبيقول لها لا 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 والله انت فاهم الموضوع غلط، انا كنت بايت عندهم بس فطبيعي ان اخويا يجي يوصلني يعني تقديرا مش اكتر. ايه بايت كنت بايت عندهم؟ بيقول لها لا 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 ده كان بيساعدني بس في الدراسه ما تفهميش غلط. وبتقول له ماشي خلاص عادي وانا برضه هبات معاك اليوم الجاي هساعدك انا بقى في الدراسه طالما البجاحه واللزقه بقى هي اللي بتيجي معاك سكه. واخلعها بقى يلا بت انت من هنا يلا. بنعرف ان الثلاثه اصلا قرروا ان هم هيباتوا عند نوس في البيت اساسا، ويو كده بيبقى قاعد يفكر هيعمل ايه في المصيبه دي ومش عايز يبات مع البت. وبيقول كده ان نوز عيلتها مختلفه، اما البت دي ممكن اهلها يتضايقوا من ان هي هتبات بره. ونوشي كده بتبعت له كده هو المفروض اجيب ايه وانا جاي عشان ابات معاكم، اصل انا ما اعرفش وما بيتش قبل كده بره. وهو بيتضايق اكتر يعني اكيد اهلها يرفضوا. بيقول لها كده سيبك مني انا بس كده دلوقتي امك وابوكي كده هم ما عندهمش اي مانع. وبتقول له كده امي قالت عادي على فكره فعادي. وهو كده على اخره علشان حاسس ان هيحصل مصيبه. فنوس كده بتقول للمدرس كده في واحد هنا بيتكلم في الموبايل يا استاذ، بس طبعا الاستاذ ما بياخدش باله وبتكتب له كده هو انت عايز تبات معاها قوي كده يلا يلا روح لها. بيقول لها عرفت منين ان انا بكلمها اصلا؟ وبتقول له ان هي عرفت اصلا لان هي كلمتها وقالت لها، بس اخوها اصلا قال مستحيل اي حد من جنس العيله الوسخه دي تخش عند الشقه او البيت، وبالذات اختها ام صرم دي. وبيسالها كده هو بيكرههم قوي كده للدرجه دي؟ فهي يس 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 يس. وطبعا كده كل الكلام ده في الشات وبتكون كده عايزه تضايقه جدا. فبتقول له كده انت متوتر قوي كده ليه يلا ولا والله انت عايز اللي حصل امبارح كده يتكرر بس معاها هي مش معايا انا. وبيتعصب كده وبيزعق لها بصوت عالي، وطبعا هو ده المطلوب قدام الفصل كله والمدرس بياخد باله. ولا يوه يعني انت بتلعب في الموبايل بتاعك وانت اصلا راسب في الامتحان وسمحت لك بعادة الاختبار اساسا وبيفضحوا قدام الفصل كله. وهو بيعتذر له كده وهي فطسانه على نفسها من الضحك اصلا. وبعد الفصل كده بيخشوا كده عليه بنتين زي القمر جدا. هو الموقع ده بتاعك يا اسطى صح؟ احنا على فكره كنا معاك في الفصل السنه اللي فاتت بس غيرنا الفصل. وبيقولوا له كده علشان كده الناس محتفظه بيك يطلبوا كده منه كلادات كده. بس هو بيعتذر لهم ويقول لهم انا عندي اعاده اختبار. وهم ايه ده وانت فاشل قوي كده كنا مفكرينك ذكي. فشيما كده بياخد باله ان في بنات هنا وبيخش كده شيما ايه ده انت بتعمل ايه؟ بص عامة الشعب دول حسالة يا ابني. ايه ده زعيم مين انا؟ والتريقه كده على شيما يلا يلا نمشي يلا الواد ده هيدينا اساسا وفلاتي وبتاع نسوان. وبيقول له يو كده هما ماشيين ما تصاحبش مع الواد ده على فكره هيديك وفلاتي. ونوش كده بتخش على نوز وبتقول لها هجيب ايه معايا كده وانا جاي البيت عندكم. فهي اصلا مش عارفه تقول لها ازاي ان اخوها اصلا مش طايقها ولا طايق صنف عيلتها بسبب اختها. ونروح كده ليو شيما يا اسطى في كلام كده جاي لي صحيح ان انت سربت معلومات عني. وشيما بيقول له حصل. ويو كده بتصدم صدمه عمره ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده يا اسطى في ايه الصراحه دي. ويو كده بيقول له طب قشطه كده كفر عن ذنوبك بقى وساعدني ان انا اقنع اصلا يونوشي ان هي ما تباتش معايا وكده. وهو بيقول له اولا بس انا مش حاسس باي ذنب نهائيا وثانيا طالما الحاجه دي هتضايق يونوز انا دايس يا اسطى قشطه انا ممكن اجي بات معاكم لو حاجه زي كده هتضايقها اساسا. ويقول له ولا هو انت ليك اصلا دخل بالموضوع ده؟ وشيما بيقول له لا والله العظيم انا ماليش علاقه باي حاجه بس الصراحه يعني تتقال ان انا قلت لها بس تبقى بجحه زي النوز عشان النوز بتاخد كل حاجه بجحه وبتشتغل عادي وعادي قشطه يعني. وبعدين انت زعلان ليه اصلا؟ دي حاجه حلوه انك هتبات مع اتنين. ده انا يوم ما كنت مرتبط ب5 ما عرفتش ابات مع 2 يا جدع. ده انت جاحد يا جدع. بعدين دي مشكلتك انت الوسخ اساسا كنت عايز تحب 2 يا طماع في نفس الوقت. وحتى انوش اصلا عارفه حاجه زي كده عشان اوريدي شفناها لما انت كنت في النادي انت ونوز اساسا وكنتوا اصلا فاتحين الباب والباب ما كانش مقفول. وهي حالفه الصراحه من ساعتها ان هي تنتقم منك وتطلع عينك الصراحه. وهو بيتصدم كده وشيما الف مبروك الاتنين عايزين ينتقموا منك يلا يابا افرح. وبيقابل كده نوز وتقول له احنا اتفقنا هنبات في بيتك انت عشان مستحيل طبعا نبات عشان اخويا وكده. وهو بيقول لها مستحيل انا العيله بتاعتي محترمه اساسا عمرها ما عملت كده مش زي عيلتك المعفنه. وتكون عايزه تغيظه كده وتمثل له انوشي كده كانت بتعمل لها ايه وبتقول له ده كانت بتتحايل عليا قوي 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 لدرجه ان هي اساسا بتقول لي والنبي انا عايزه اجرب الحوار ده معاه مره واحده. مش عارفين ايه الحوار الصراحه يعني بس ما علينا. وبتمثل كده بطريقتها ايه وافقتي ولا ايه. وبتيجي كده واحده مره واحده بتقول لها يلا عشان نروح النادي. وبنعرف كده ان هي اصلا عندها نادي بعد المدرسه وكانت بتضحك عليه علشان بس تشوف رده
هيوافق ولا لأ، بتقول له بقى طب خلاص أنا هاروح أنا بقى حظك إني مش هاجيبك معاكم النهارده يالّا بقى أنا آسفة سلام، وبيرجع البيت كده بسرعة وبيقول مش عارف يعمل إيه علشان أخته وأهله والحوارات اللي في البيت أصلًا، وبيروح يلاقي الدنيا أصلًا زريبة ويروح ينضفها، ويقول لازم أختي كده ما تشوفش نوشي بأي طريقة، والبت تيجي له كده متشيكة جدًا، وبيقول لها كده ما فيش حد هنا فخدي راحتك اعملي اللي أنتِ عايزاه، أهلي أصلًا في المتجر حتى أختي اللي يعتبر أصلًا أكتر واحدة عايشة معايا برضه في المتجر يعني فخدي راحتك. ولقينا بس المتجر ده اللي هو على أول الشارع وأنتِ جاية كده، وبيتفرجوا كده على الأزهار اللي عنده في البيت، وبنعرف كده إن هي فعلًا جاية علشان تذاكر له، وإنها أصلًا التانية على الدفعة بتاعتهم، إيه الجمدان ده! وبيتصدم كده ما كانش متوقع إن هي أصلًا شاطرة، وبيسألها كده أُمّال مين الأول؟ وبتقول له شيما الحيوان الأول ابن جيل، هو الواد ده بيلاقي وقت للمذاكرة والبنات منين أساسًا؟ بيحاول كده يركّز في المذاكرة بس الفرق كده واضح جدًا بين إينوشي وإينوس، الواد ده مش عارف يركّز في حاجات هنا مش موجودة هناك أساسًا، فبيقول لها لأ أنا هاروح أجيب حاجة أشربها عشان الجو حَر مش هننفع كده وبعد ما بيجيب الحاجة بيخش عليها كده بيلاقيها حاضنة المخدة وبتشمها، والاتنين بيتكسفوا جدًا وبيقعدوا ولسه كان هيفتح بُقّه ولا اوعى تفهمني غلط والله شميت بس ريحة مرمرية الكرز كده فأنا باحبها جدًا، فرُحت للمخدة لقيتها فعلًا هي اللي بتطلّع الريحة، فعلشان كده أساسًا واخداها في حضني وباشمها والله ما تفهمني غلط، بيقول لها عشان المعطر أصلًا اللي أنا باستخدمه بنفس الريحة وزائد الشاي اللي إحنا بنستخدمه بنفس النكهة أساسًا وهُم بيحبوه أساسًا هنا، وبتاخد المخدة كده وبتشمها تاني وبتقول تصدق فعلًا ريحته شاي الكرز، وبتقول له كده على فكرة أنا باحبك أوي على فكرة يا يو، وبنعرف إن اللي حصل بينهم أصلًا قبل كده إن هي اعترفت له فعلًا بحبها لمّا هو كان متخانق مع أصلًا إنوس، إيه الصدمة دي! هو كان مخبي على إنوس أصلًا كل الوقت ده عشان حرفيًا هتعمل منه بطاطس متحمرة، بعد ما بتذاكر له شوية كده هي بتنام وهو بيذاكر شوية وبيحاول كده يصحيها، بس هي هنا بتشده ناحيتها وهي حرفيًا نومها تقيل ومش كانت حاسة بأي حاجة، ونوس كده فجأة بتفتح الباب مع أخته، وطبعًا راحت جابتها من المحل واطية بنت واطية وتعملها، بوس إيديكم اوعوا تفهموني غلط، يا حيوان يا ابن الجزمة، إزاي تدخّل بنت من غير ما تقول لنا ولا تقول لأمك ولا أبوك ولا أي حد، يا حيوان من ورانا، وهو والله العظيم أنا كنت باصحيها يا جماعة وهي كانت نايمة بس مش أكتر، وبتسحبوا أكتر كده وهُم على آخرهم أساسًا، ولمّا بيقعدوا كده هي بتعتذر لهم وبتقول لها إيه ده أنتِ شبه واحدة كده، هو أنتِ أخت ريها الصغيرة صح؟ لأ واقفة ثانية كده هو أنتم عارفين بعض؟ فبتقول له إحنا أصلًا صحاب أصلًا صف وزمايل من زمان، أنا وأخت البت دي وأخو أنوس كمان كنا كلنا أساسًا صحاب، وعلى فكرة إحنا اتقابلنا من فترة قريبة في راس السنة اللي فاتت، تقلب الموازين كده بجملة كده حرفيًا دمار، بت أنتِ ما بتحبيش أخويا الفاشل ده صح؟ أكيد، فما بتردش إيه ده بجد أنتِ بتحبيه والّا إيه؟ لا في حاجة غلط كده أنتِ جميلة أوي يا بنتي وعيلتِك جميلة، حتى أختِك قمر والّا أنتِ أصلًا قمر، بس شكل ذوقِك في الرجالة بايظ، إزاي ده فاشل؟ وبتمشي كده وبتسيبهم علشان عارفة إن نوز أساسًا هتقوم بالواجب وتكرههم الاتنين في عيشتهم، ونوشي كده بتقول له أختك أحلى من أختي على فكرة، ده البت أختي أصلًا حيوانة، ده بتذلني عشان أطلب منها طلب، مش عارف إيه حوار الذل ده بتذل الكوكب البت دي والّا إيه؟ بس أكيد ما فيش حد هيعلّي على نوس، هي اللي بتذل العالم كله أو بتشيله بالأصح، ونوس كده بتحاول تبرد عليهم كده كالعادة، مين بقى اللي اعترف لمين بقى يا جماعة؟ فيو كده بيقول لها إن نوشي اعترفت له، وهي طبعًا بتتصدم صدمة عمرها ده كانت رامية الجملة عادي خالص، ويقول لها بس أنا رفضتها على فكرة يعني، ونوس هنا هو الموضوع ده مش محرج يا جماعة والّا إيه يعني المفروض ما تقولش، وهو بيقول لها لا عادي ده أصلًا اعترفتني 3 مرات وأنا رفضتها برضه في ال3 مرات وهي عادي بتجيب لي بسكوت اليوم اللي بعده، كل ده عشان 3 أيام سِبتك فيهم أومال لو سِبتك 10 أيام هتجيب لي إيه 3، 4 بنات، وبتحاول كده تبوّظ الموضوع عليهم أكتر، ونوشي اعترفت له حصل، بتقول له يو كده أنت بتستغل نوشي علشان تشتغل عندك ببلاش أساسًا صح؟ ده أصلًا كل ما أرفضها بتجيب لي بسكوت اليوم اللي بعده وبتتكلم عادي خالص، أنت بيتضحك عليك بشوية بسكوت؟ stop يا ابني stop يا حبيبي. الله يرحم لمّا أساسًا جابوكِ البسكوت قبل، حتى لو هي كانت حُبّك الأول وأنت صغير ونوش كده بتمسكها، اسكتي بقى كده خمسة، بجد يا قلبي هو أنا كنت حُبّك الأول؟ وبيقعدوا كده وبيقول لها أنتِ جميلة جدًا وفعلًا كنتِ أحسن حد في حياتي وأنا صغير وكنت معجب بيكِ جدًا وباحبِك، بس أكيد مش هاحبِك دلوقتي عشان مجرد جمال أو عشان أنتِ حبيبتي وأنا صغير، وبتكتب كده في مدونة ونوش كده إيه ده هو أنتِ هتعدّلي من نفسِك وبتكتبي الملحوظات والّا إيه بالضبط؟ وبيقول لهم كده مالكم بقى أنتم الاتنين أنتم من الصبح مش طايقين بعض ليه؟ الله عليك يا ابني أنت بتنافس أصلًا ذكاء لوفي أساسًا حرفيًا، يا اسطى هم من زمان أساسًا كده، بنعرف إن يونيش كده بعتت رسالة من زمان لنوز أصلًا وقالت لها إن هم مش هيتكلموا تاني، وعلى فكرة الرسالة دي فعلًا اتبعتت من زمان وظهرت في الأنمي، بس اتكلموا بعديها عادي خالص، ده عشان طبعًا هي كانت هتاخده لطوكيو، وتقول لهم كده إن شيما قال لها إن نوز بقت رقم 1 أصلًا في حياته بالعافية، وقعدت السنتين تتبارد على الولا وخدته منهم بالعافية ومن الفصل ومن المدرسة كلها حرفيًا، فأنا لازم أعمل كده وأعمل زيها علشان آخده، بصراحة حلوة يا جماعة والله، بس ما تخافيش يعني يا نوز أنا برضه هافضل صاحبتِك وهافضل رقم 1 في حياتِك،
ماشي الطموح حلو يا حبيبتي ماشي، قلت لك كده عليهم المساعدة بالمتجر بتاعهم وبالسلاسل اللي عندهم والعيلة وحوارات كتير وعندهم حاجات كتير أساسًا العيلة دي، الناس بتقول لها رغم إن أنا متضايقة منِّك بس فعلًا المتجر بتاعِك والتسويق بتاع العيلة بتاعتِك حرفيًا جبار وهينفعنا كتير، فبيحتفلوا كده ال3 إن هم اتفقوا على حاجة وأنوس كده بتمشي مع أخوها بالمرسيدس ولاد الغنية وبيقول لها كده أنتِ هتخسري يوه بسبب إنِّك وافقتِ على فكرة إن أخت الحيوانة كوريها دي أساسًا تفضل صاحبتها، بس باقول لك إيه صحيح أنا سمعت إن أنتِ لسه مصاحب كوريها كده وكنت معاها من شهرين كده والّا حاجة، ومين قال لِك كده؟ أكيد أخت يوه الحيوان، وتقول له كده أنت ما تخلّيتش عنها ليه رغم إن أنت أصلًا بتكرهها، وهو شوفي مشاكلِك أنتِ يا حيوانة، شوفي مشاكلِك مش تحسّسيني إن حياتِك ناجحة أوي كده وجاية تتريقي عليَّ أنا وبيكمّل كده أنتِ لازم على فكرة تختاري إنِّك أصلًا عايزة تعملي إيه مع يوه، وكده عيلة إنوشي مش محتاجة لكم كلّكم، هي ممكن تاخد الموضوع كلّه وتسوّقه وتشغّل يوه وتفتح له متاجر في ثانية، بطّلي الكدب بقى وهزار الزيادة عن اللزوم مع الولا، أنتِ أصلًا بقيتِ سئيلة ولازم كده تفوزي بالولا، هادّيكِ لغاية $1,000,000 أساسًا بس أخت الحربوقة بنت الجزمة دي ما تكسبش، العيلة دي ما ينفعش تكسبني في أي حاجة، باقول لها كده هتجيب لِك حلويات، أنتِ عايزة تاكلي إيه؟ وبتقول له آيس كريم بالله عليك، وصحيح كده أنت بتقول لي إن أنا باكدب وباهزر معاه، أنا باهزر معاه فين يا اسطى؟ وهو بيتصدم من الجملة، لأ ما أنتِ بقى كده يا إما غبية يا مجنونة بقى، الواد هيكره أمِك بقى من كتر التفاهة دي، أنتِ شلّتِ أمي، أخت أنوشة هتفرح فيّا، هو أهلِك رموكِ أصلًا عليَّ ليه؟ هو أمِك وأبوكِ فين؟ ما ييجوا ياخدوكِ، أقول لِك إيه سافري لهم، أنا هاتشل بقى، وهي بتقول له خلاص أنا موافقة على التحدي وهاكسبها لك بس هتدّيني $1,000,000 وبعدها بنشوف إن يو كده نايم وأخته بتقول له يا غبي اصحى بقى وراك مدرسة. وباين عليها إن هي شخصية ما نمِّتش أساسًا والجو كده بيبقى حَر أوي وبنعرف إن الصيف دخل وبيطلّعوا كده اللبس الصيفي كلّهم وبيلبسوه زي ما هو دخل عندنا قلب أخوك، أخيرًا بقى يا جدع وبيروحوا كده المدرسة ونوس بتحاول تغري الواد، بس نسيت إن هي فلات أساسًا ما عندهاش أي حاجة خالص، وبيقول لها كده أنتِ فاكرة الsticker صحيح اللي أنا بعته لِك اللي هو الكلب ده؟ بتقول له أنت بتطوّل في الكلام يعني مش عاجبك جسمي أو حاجة؟ أنت أكيد عمّال تبُص يعني، فبيقول لها لأ أنتِ فهمتيني غلط، ده أنا كنت باقول لِك أنتِ شبهه، أنتِ شبه الكلب ده وكمان إيه عندِك يعني سوء تغذية زيِّك زيه بالضبط. وبيقعدوا كده بيقول لها ورّيني بقى المرّة دي هتفرّجي الفصل عليَّ إزاي، يالّا ورّيني أنهي كدبة هتقوليها وتطلّعيها عليَّ، وتقول له مالك يا ابني مالك في إيه، ما هو كل واحد هنا أساسًا عنده حاجة بيخبّيها واللي بيحب يفضح نَفْسه واللي بيعمل حاجات كتير، أنا مثلًا باحب عيونك وبتعلّي صوتها أوي وهو بيفهم إن هي بتحاول تستفزه عشان يزعّق لها ويبان كالعادة إن هُم بيتخانقوا وإن هو اللي وِحِش، وبيقول لها كده بطريقة حلوة اعملي اللي أنتِ عايزاه يا روح قلبي، تحبي مثلًا تخرجي معاها وبتقول له ماشي وبتقرّب منه كده وهو إحنا في الفصل الله يخرب بيتِك يا بنت الغبية، بس هي بتضحك عليه وبتضربه كالعادة، فهو بيرد الضربة يا بنت الجزمة بالراحة، وبتصوت كده من الضربة والفصل كله بيتفرج عليهم كالعادة، وتقول له أنت فاشل في التمثيل أوي وكان باين إنك بتكدب. يا كداب وبيروحوا كده يجيبوا العصير بتاع اللبن ده اللي هم بيشربوه دايما وبتخش كده عليهم انوش ونوش كده بتقول لها الله يخرب بيتك انا نفسك ازاي في ايه ده في حاجات مش عندي يا شيخ ليه يا رب خلقتني من غير حاجه خالص وبيقول له انوش كده اللبس الصيفي عليكي تحفه تحفه وبينسى اصلا ان نص جنبه يا نهار اسود الله يخرب بيتك ده هتولع فيك وفي اهلك اساسا فبيحاول يغير الموضوع كده بسرعه وبيقول لها انت بقول لك ايه انت شفت اللي انا كنت بعته لك كمان على الواتس وكنا عايزين نشوف هنشتغل ازاي عشان الصيف دخل وكده والبت النص تقريبا جالها شلل رعاش مش عارف بس في حاجه غلط فيها يعني ويا نهار اسود ده هتطلع عين اهله ده لا اساسا ان هي شبه الكلب اول ما شاف اللبس الصيفي عليها والتانية بيقول لها انت زي القمر وعلى فكرة يا جماعة في انميين كوميديين اصلا هينزلوا كمان يومين بالظبط وفي واحد فيهم كامل اول مرة ينزل وهيبقى كامل من اول حلقة لاخر حلقة والعلم هو كوميدي اكتر من الانمي ده المهم بتحاول تبارك كالعادة علشان تنسي كده الموضوع ما يبانش قوي ان هي متأثرة وبنعرف كده ان جدول الاعمال بتاعهم اصلا هيتوقف لان الصيف دخل والازهار بدأت تدبل وتموت اساسا ولونها هيتغير ونوشي كده لازم تصور الاعلانات بسرعة والناس بتقول لها تصوري بس مش عارفة تقريبا تبارد جايبة اخرها يا عيني انا حاسس ان حركة دي بتقول له ان انا هتعمل حاجة فيه وبيخش كده عليهم بنتين اللي هو ماو كده وأوز ونوز كده بتسلم عليهم بس بيطنشوها كأنها مش موجودة أساسا وبيخشوا كده على الولا يو بيقولوا له يو أنت عملت لنا صحيح الإكسسوارات اللي إحنا طلبناها منك قبل كده وأنت وعدتنا إن أنت هتعملهم هو بيقول لهم أنا طلبتوا مني وأنا وعدتكم بحاجة فبيروح كده للنادي بيطلع لهم قلادات قديمة وكلها اسطمبات وبيقول لهم اختاروا اللي تعجبكم معاكم كرتونتين هنا أهو وهنا بيقولوا له لا إحنا عايزين حاجة مميزة لينا إحنا زي مثلا اللي على رقبة البت نوز هناك دي ونوز
هنا بتقول لهم لا ما هو المشكله كده ان القطعه دي غاليه قوي عليكم يا جماعه وانتم مش لاقيين تاكلوا الصراحه، يعني مش عايز اصدمكم بس يو كمان ما بيعملش الحاجات دي لاي حد، فسوري يلا هش. ففي واحده كده منهم بتقول لهم انا عايزه قطعتين، واحده ليا واحده للولد اللي انا مرتبطه بيه علشان يحبني اكتر. فهنا النوس بتعرف ان خلاص هي مش عايزه يو، ده هي مرتبطه اساسا، فتضحك كده وتقول لهم لا قشطه طالما تدفعوا يلا يا جماعه يلا قشطه عادي هنصنعها. وبعدها كده بيقعدوا يتفقوا كده على انهي زهره يعملوها، فاتفقوا كده على زهره اسمها القرانيا علشان يعملوها كده للاتنين. وايه ده ثانيه واحده بس، ازاي البت دي حبت الواد ده؟ انا مش عنصري يا جماعه والله، انا شكلي اصلا مش حلو بس يعني ازاي يا جدع؟ فهنا بيتوقفوا كده على حته السعر، هيخلوا السعر غالي زي ما هم بينشروا في الموقع الاونلاين وكده وللناس، ولا هيرخصوا السعر لان دي مدرسه ودول اصلا طلاب ثانويه واعداديه، فازاي هيجيبوا الفلوس؟ فلازم يقللوا السعر. بس النوز هنا بترفض وتقول له لا 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 انت كده هتتشهر اكتر في المدارس وده مستحيل يحصل على جثتي. والنوز هنا بتخش مره واحده في الموضوع، انا في الموضوع هتكلم دلوقتي، ده مستحيل يحصل لان انا كفايه عليا الحيوان الجربوعه اللي جنبك دي، انت مش هتتشهر اكتر وانا هقعد انافس في ناس اكتر. فهنا بيقول لها طب ما تنسيش ان الحيوانات جربوعه جنبي، فبتعتذر له. بس النوس هنا بتقول لها عادي احسن من البقره اللي عايزه تتحلب اللي مش فاهمينها دي جايبه ده كله منين. فكانوا هيشدوا في بعض كده، فانا بيقول لهم يا جماعه لا اهدوا كده بطلوا خناق، فالاتنين اتعادلوا ولا كانهم اصلا كانوا بيتخانقوا، لا عادي خالص. بعد كده بيوروهم القطعه الاساسيه اللي هي بالازهار دي اللي هياخد بعدها مقاساتهم ويديها لهم، وياخد كده مقاساتهم. وايه ده ثانيه واحده، مش ده الراجل مش المفروض ياخد مقاسات الست ولا ايه؟ ما علينا. وطبعا هم اللي بياخدوا مقاسات البيت وكان هيخنقوها اساسا. بعد كده بيقعد في البيت اصلا يقعد يعمل لهم القلادات وبعديها كده بيديها لهم وبيفرحوا بيها جدا. بعدها بنعرف ان هو اتشهر اصلا وبتخش له واحده كده زي القمر حرفيا. ايه العين دي يا بنت الله يخرب بيتك، عينيك زي القمر. وبتطلب كده قلاده خاصه برده. بعدها كده بيقعدوا كده ياكلوا في المطعم وبنعرف كده ان هو اتشهر. حتى اصحاب النوشي بيطلبوا منها القلادات اللي هم اصلا بيشوفوها في الاستوريهات اللي هي بتنزلها، وبيخلص كده القلاده ويديها لها كده. بس بنكتشف كده بمره واحده يعني الولد هيقع في حب اخيرا زي ما الاشاعات بتقول، وبتصدموا اشاعات ايه. وبيخش كده بنات كتير كده من المدرسه وبيقولوا لهم هي القلاده دي بتاعت يو فعلا بتخلي اللي انا معجبه بيه يحبني، وبيسيبوهم كده ويقعدوا في الحوش. وبنعرف كده ان كل ده اساسا بسبب البنتين اللي عملوا لهم اعلان مجاني بالعافيه في المدرسه. فبتزدهر حرفيا صناعه المجوهرات بالنسبه له اساسا والاكسسوارات في المدرسه وبيتشهر جدا. بس في مشكلة هنا ان المعظم اللي في المدرسة بيطلبوا حاجات خاصة، ما بيطلبوش الاكسسوارات الطبيعية اللي موجودة اساسا. فهنا بتاخد مجهود منه كتير جدا ومحتاج يقعد مخصوص عشان يعمل كل واحدة بنفسه، على عكس القوالب اللي ممكن يعمل 100 واحدة بينهم في اليوم الواحد. فبيقعدوا كده في المكان اللي اصلا النوشي جهزته لهم بسبب عيلتها وقوة عيلتها اساسا. بيقول لها كده انا شغال بقالي فترة كبيرة جدا واصلا محتاج اساسا شغل كتير لسه، فانا على الاغلب هتغيب عن المدرسه ومش هعرف اجي. فبتقول له لا تتغيب ايه، مش هنعيد اللي عملناه قبل كده تاني. وبتقول له خلاص تعالى رايح على حجري عادي. فانا بقول لها رايح فين ياما؟ لا ولسه هيرفض. فانا بتقول له لا حبيبي رايح على حجر الصغير الظريف ده، اسمع مني. ايه هترفض العرض؟ ما انا مش زي البت ينوشي يابا، ما هي ملبن، اما انا ما فيش، هي عندها دهون. فطبعا دي حركه من حركات الانثى ان هي هتنكد عليك في كلا الحالتين، وافقت او لا انت هيتنكد عليك يا صاحبي، الحالتين هتتنفخ. فلما بيقعد كده على حجرها فبتقول له انت دلوقتي كان زمانك اساسا مش عارف تشوف وش انوش فبتبص لفوق، كان زمانك بتتفرج على حاجات تانية. هي يا جماعه والله الانثى لما تحب تنكد فبتقول له معلش مش عندي مطبات زي الاخت التانية، وعلى فكره فيك بقى هي وايه رجلي مش عاجباك ولا حاجه رفيعه تحب اتخنها لك او حاجه حبيبي. فيلم يقول لها لا ده والله زي الفل، ده احسن من المرتبه السويسه اساسا اللي عندنا في البيت. فبتقول له انت ما بتعرفش تكذب قوي خالص يا اسطى، مالكش في الكذب. وبتقرصه كده فبيقول لها بس بقى بطلي لعب، فبتفضل تقرصه كده وبتقول له ايه فبقول لها فاكره صحيح لما انت طلبت مني اصلا الاكسسوار بتاع الحب بتاع النوشي وانا رفضت؟ فهنا بتكتب نفس ما جابت اخرها الصراحه. انت بتفكرني ليه؟ هو ايه حنيت مثلا ولا حاجه؟ ايه حبيتني مثلا؟ بقول لها اكيد لا يا بنتي انت عبيطه ولا ايه، وانت بالنسبه لك انت ايه حبيت انت ولا حاجه؟ فتقول له احب مين يا ابني، انت لو اخر واحد في الدنيا او في الكره الارضيه اساسا عمري ما هحبك او اتجوزك اساسا. وتفكرني والله يا جماعه بكلام البلوجر، وبعد شهر بالظبط الحمد لله التي تتم بنعمته الصالحات. كان بيفكر ان هو يعترف لها بحبه بس زعل قوي من كلامها فما قدرش يتكلم وراح في
في النوم وهي بتتكسف اصلا ان هو نام على حجرها حرفيا، وبتفكر كده تعمل ايه معاه علشان بدأ يتشهر اصلا، وعلى الاغلب هيطير من ايديها الولا ومش هتعرف لا تتجوزه ولا تحبه ولا تعرف تعمل اي حاجه، وعلى الاغلب حتى الصحوبيه اللي ما بينهم هتنتهي مع الوقت اساسا. فبتخنقه كده وبتفكر تقتله عشان تستريح من كتر التفكير، وان خلاص طالما هي ممكن ما تاخدوش يبقى مفيش اي حد في الكون ليه اي احقيه ان هو ياخده اساسا ويموت دلوقتي يا بنت المفتريه. فبتفكر كده ان هي ممكن تعترف له بالحب اساسا، بس بتفتكر كده الوعد اللي ما بينهم، وان هي اصلا خافت ان حاجه زي كده ممكن تبوظ علاقتهم وعلاقه الصداقه، وان هي اصلا تفقد الفرصه ان هي تعترف له بعد كده، لان هي مش زي انوشي لما هي اترفضت اصلا منه فبعد كده خلاص بدات تترفض كل مره، فخافت تبقى زيها بالظبط. وفي نفس الوقت هي ملهاش في الرومانسيه وما بتعرفش تبقى رومانسيه اساسا. وبيقعدوا كده اليوم اللي بعده يقسموا كده الشغل عليهم كالعاده، وبيخش كده شيما وبيقول له كده ايه ده بقيت زي بتلم البنات حواليك يا سهم. فانوس كده بتغيظه اكتر وبتمسك في دراع الولا ويقول له نوشي اوعي تعملي زيها، والله هقدم فيكم انتوا الاتنين محضر تحرش، كفايه عليها واحده فاتحه امي يعني مش هبوتنيه. فشيما كده بيقول لنوشي على فكره لو عملت زيها كده واتحرشت بالواد اللي هناك ده ممكن يبقى عندك فرصه كبيره قوي ان انتوا تتجوزوا او تحبوا بعض وانك تطيري بنت الجزمه دي من حياته. وبدون الكلام ده طبعا شيما جاي في اي حاجه ممكن تلاقي البت انوس باي طريقه، ويو كده هرفع عليكم قضيه على فكره انتوا الاثنين يا جماعه. فشيما كده بيقول لها بنت انت ما تخافيش، انت هتتغلبي على البت انوس دي قريب جدا. فانوس كده بتتدخل هي بعتك يعني فانت بتحاول تظبط لها مع واحد. فانوس هنا بتقول له هي راسك مش وجعاك او اي حاجه؟ فبيقول لها وجعاني ليه؟ فبتقول له لا في قرنين بس طالعين. يعني ايه يا حبيبي انت بتحاول تظبط لها واحد يعني؟ طب ما هي تظبط لنفسها يا حبيبي. وياخد يو كده عشان ياكلوا شويه. بنعرف كده اللي ساعدوا اصلا في نشر المعلومات اساسا عن يو عن الموقع والحوار ده هم البنتين اللي هم اساسا عمل لهم الكولاتين، وان هم اصلا نواياهم حلوه 100% وان مستحيل يضروه، بس ممكن الحوار يقلب عكسي في الشهره، فحسب ان شهرتك دي تجيب اخرتك اساسا. فيو كده بيقول له انت بسؤال بس انت بتحاول تساعد نوشي باي طريقه كده ليه؟ فهنا بيقول له ان هو مديون ليها. ونشوف كده بعدها المدرس كده بياخد يو على غرفه وبيكلمه كده ان في بلاغ ضده اساسا، وفي احتمال ان هو يتحول لقسم الشرطه اساسا لو كبر، بان هو اساسا اكبر بنات كده عن ان هم يشتروا اكسسوارات منه وكمان بسعر مرتفع وغالي، وكمان مش موجود في اللوائح بتاعه المدرسه الاسعار دي. فهنا بيقول له ما حصلش. المدرس كده بيقول له انت بتبيع طيب تبع اللوائح واسعارك ايه بالظبط وبتعمل الحاجات فين اساسا وفين التصاريح؟ فيو كده بيقول له لا دي هي عائلتي اساسا اللي بتدير كل الورق، واختي بالاخص هي اللي بتدير الاوراق القانونيه لبيع الحاجات دي لان انا ما بفهمش في الحاجات دي. عموما هناقش الموضوع ده مع الاساتذه، بس حاول تلغي حوار الاكسسوارات دي، وكده كده انتوا عندكم متاجر ما تشتغل فيها وتسيبك من الاكسسوارات دي. وبنعرف كده ان هي عملت كده عشان الولد اللي اديته اساسا الاكسسوار ده رفض الاكسسوار وكمان ما حبهاش زي ما الاشاعات بتقول، طلع كده يو واللي جابه يو واللي كمان نشر الاشاعه والحاجات دي. وهنا يو بيشوفها وهي بتدوس على الاكسسوارات بتاعه واللي هو قاعد يتعب فيه، ودوس كده بتتخانق معاهم بس بيسيبوها كده وبيمشوا ولا كانها موجوده. واصلا يو كده بيبقى قاعد زعلان جدا على الحاجات اللي هو تعب فيها، وكمان في اشاعات جديده بتقول ان هو بينصب على البنات وشكله بقى وحش في المدرسه وكمان ممكن يتحبس. وللاسف هنا يا جماعه بنكون انتهينا من الحلقه السابعه. انا اسف والله، انا عارف ان الانمي جاحد والله العظيم، بس ما فيش. والعلم بس في انميين او 3 هينزلوا الاسبوع ده، وفي واحد فيهم اساسا كوميدي بطريقه بحته واول مره ننزله على القناه وهينزل البيل الكامل. ويلا سلام. فبنبدا كده الحلقه الثامنه بان اخت يو كده بتكلم المدير اساسا والمدرس كمان وبتعتذر لهم عن اللي حصل، والمدرس كده بيقول لها ان من حق يو طبعا ان هو يبيع براحته في المدرسه والمدرسه موفره لهم اصلا حاجه زي كده، بس المشكله هنا ان الناس اساسا بتشتكي ان هو بيبيع بالعافيه، فلازم تكوني مرنه في طلبات بتاعه الاسترجاع وترجعيها، وعشان محاضر وعشان حوارات كتير هنا، وبعدين مرفوع عليكم قواضي واحتمال تتحول للنيابه او المحكمه. وبعديها كده بنشوف البنتين عاملين كده يعتذروا الانوث علشان اللي حصل بسببهم كده، وبيفهموها كده ان اصلا هم كان نيتهم خير وكانوا عايزين يشيروا يو مش اكتر. وهي بتتضايق طبعا ان هي ما بتحبش تعتذر لاي حد حتى او توصل رساله اعتذار. كلمه اعتذار بالنسبه لاي انثى يا جماعه دي مشكله كبيره ومستحيل تحصل. فبتشوف يو كده بتقول اخش عليه بشويه حنيه كده وفرفشه بدل الاكتئاب اللي هو عايش فيه كده، وبتخش تضربه كده وبتهزر معاه، بس هو ولا كانه هنا اساسا وبيسيبها وبيخش يقعد في الفصل. حتى هي بتقعد وتبص عليه
عليه بس مش عارفه تعمل له ايه خالص، وبيروح لسيما كده وبيقول له انت السبب في كل ده، وشيما هنا بيقول له انا حيوان يا اسطى والله العظيم وانا عارف، وضربني لو حابب. فهنا بيقول له ضربك مش هيغير اي حاجه في الموضوع، وبالعكس انا ممكن اخسرك اصلا، بعدين دي حاجه ما كانتش بايدك. فشيمي بيقول له انت تعبان يا اسطى او حاجه، اصل كلامك واقعي جدا وطبيعي ايه ومش طبيعي ايه، انت سخن. وبيمشي كده وبيسيبه، وبنعرف كده ان بسبب اصلا المحاضر والشوشره والحوارات دي الطلبات اساسا قلت جدا، بل وكمان في مبيعات هترجع. فانوس كده بتقول لها انا ممكن اخد يو كده ونروح اسبوع كده البحر نفرفش كده شويه بدل ما هو قاعد مكتئب وزعلان كده. فبتقول لها حلو ده هاجي معاكم. فهي اتصدمت صدمه عمرها، لا تيجي معانا ايه وملابس بحر ايه، ولا لا على جثتي جسمك هيبقى باين، انسي ده في حاجات مش عندي اصلا، انا مستحيل انافس لو انت جيتي. فبتشرب كده وبتكون متضايقه جدا لان نوش هنا بالذات ما ينفعش تلبس لبس بحر، وطبعا الكلام ده اساسا في دماغها وبتقول هطرقها ازاي. فبتغير كده الموضوع، فبتقول لا على فكره كل ده بسبب صاحبك شيما، انا حاسه ان انت اصلا متورطه وانت اللي قلت له يعمل كل الحاجات دي وانت السبب. فتقول لها انا مستحيل اذي يو باي طريقه، ونوز هنا بتقول لها انت كدابه قوي على فكره، وطبعا بترمي الموضوع عليها علشان ما تاخدهاش في البحر اساسا او تلغي الموضوع وتخليه في مكان تاني. وبنشوف يو كده واخد اكسسوارات كده في ايده وفي كرتونه، ويقول ان الضربات بتاعتهم كلها رجعت، وهم طبعا البنتين ما بحبكيش، والتانيه بتقول لها ولا انا ده انا بكرهك اساسا. بنعرف كده ان الطلبات دي مستحيل تتباع تاني لان هي اصلا كانت معموله مخصوص وغاليه جدا، وهو اللي هيتحمل التكاليف كلها. ونوس هنا بتقول له انت رجعتها ليه؟ فهنا بيقول لها كده كده لازم يرجعوا، في محاضر معموله والمدرسه عرفت فما عادش ينفع، زائد ان هم اصلا بيقولوا ان احنا اجبرناهم على الشراء واجبرناهم على السعر، فهنا ما عادش ينفع. فنوس بتقول له كده تعالى نصيف كده في اي مكان يا اسطى او نفك شويه في اي مكان، ونوش هنا بتوافق وتقول لهم كده انا عايز اروح كمان المركز التجاري، وده على فكره زي مول كده، ويلا بقى ايه رايك بقى بالمره نشتري لبس كده ونصيف ونعمل اللي احنا عايزينه. فبيقول لهم كده انا بفكر اصلا اوقف صناعه الاكسسوارات لحد لما نتخرج، وعلشان كمان اكون طلعت رخصه ساعتها. ونوز هنا بطل هزار يا اسطى مالك فيه، احنا عارفين ان انت مستحيل تستغنى عن الحلم بتاعك. فهنا بيقول لها لا انا بتكلم بجد على فكره ما بهزرش، وكانت غلطه اصلا اني استغليت المدرسه علشان اصنع حاجه زي كده. ونوز هنا بتقول له يا ابني ما المدرسه اصلا وافقت بس بشرط انك ما تبيعش المدرسه وتبيع اونلاين. فبيقول لها كده بس الناس بتتكلم عليا وحش قوي، وانت عارفه ان في كلام اوحش اكيد بيتقال في ظهري، وهي ما يتقال يا اسطى مين مهتم؟ دول حساله يا ابني، حساله مجتمع، اي حد غيرك يعتبر من الحساله حتى البت دي. الله وانا مالي يا لمبي جرايه لمبي انت هتسكر علينا ولا ايه؟ بقول لها كده انا ما بعرفش اصلا انا ابقى بارد زيك واقعد اشرب عصير واتبارد. فهنا بتقول له ولد زي نفسك خد اشرب. فطبعا هو بيكون متضايق اكتر ويقول لها مش هشرب، وبيقعدوا يتخانقوا كده بس العصير بيقع عليه، انت السبب على فكره. وهي طبعا زي اي بنت عمرها ما توقع المشكله عليها او ان هي تعتذر، فبتقول له لا انت السبب واعتذر لي بقى ان انت اصلا خليتني اوقع عليك العصير اللي هو وقع عليك، اعتذر لي بقى. وكمان انا بحب انك اساسا وانت شغال ازاي هتوقف شغل، انا حرفيا عارفاك عشان الشغل. فهنا بيقول لها ايه ده يعني انت قصدك ان انا ما بعرفش اعمل اي حاجه غير الاكسسوارات دي اساسا؟ فبتقول له اكيد يا ابني لا بس ده حلمك وبقى حلمي، وبعدين ازاي يا اسطى ازاي هتوقف؟ فبيقول لها لا هو مش حلمك ده حلمي انا، وحققه او لا دي حاجات تخصني مالكيش فيه، انا ماليش فيه. طب يلا. وبتمسك الصندوق كده وخلاص راح ترميه بس بتعيط كده لان هي عارفه ان هو تعب فيه حرفيا شهر كامل وما كانش بينام وكان بيسقط وحوارات كتير كده. وبتسيبها كده على الترابيزه وبتقول له ما تكلمنيش تاني يلا، ولا ما تكلمنيش تاني طالما مش عايز ترجع تشتغل تاني، لا دلوقتي ولا حتى بعد ما تخلص المدرسه وترجع تشتغل، ده لو رجعت يعني. بتروح كده تنام في البيت، فاخوها بيخش عليها كده ايه ده يا بنت انت عماله ترزعي في كل حاجه ليه؟ انت متضايقه ليه؟ فهنا بتقول له ان يو هيتوقف عن الشغل بسبب اصلا حوارات كتير. وهنا بيقول لها لا بالراحه عليا، حوارات كتير ايه وبسبب ايه؟ اكيد من اعمالك السودا، جبت الواد شارع الرعاش ومش قادر يشتغل بايده صح؟ فبتفهمه الموضوع كله. فهنا بيقول لها ازاي هتجبريه يا بنتي، ده الموضوع ابداعي يعني، هو لو ما ابدعش في الصناعه دي مش هيعرف يطلع حاجه حلوه اساسا، فما ينفعش تضغطي عليه وهو حر اصلا، ده حلمه هو مش حلمك، انت مالك اساسا. وبيقول لها كده انت ناويه اصلا تعملي ايه؟ وبتقول له كده انت عبيط يا اسطى، انت لسه قايل ان هو حر وده حلمه. وهو بيقول لها كده بس لازم برضه تشجعيه، بعدين كل ده بسبب ان انت بوظتي من الولا وبقيتي طيبه زيه، وبعدين دي حاجه غلط انك تاخدي الطيبه بتاعته، روحي بقى شوفي هتعملي ايه حتى لو هتتشقلبي ولا تعملي اي نصيبه في الواد. انت متخيل يا عزيزي المشاهد ان المشكله هنا ان هي خدت طيبه؟
يعني خد الطيبه من الولا. يا جماعه الغلط بالنسبه للعيله دي هي الناس الطيبه، وبيجي كده اليوم اللي بعده بس يو هنا هو اللي بيعتذر لها بحركه غريبه جدا كده، فهي نسيت كلام اخوها كله وان هي المفروض تشجعه وبتاع والهبل ده، وبتزيد عندها كده نسبه الهرمونات كده مره واحده زي اي انثى بتجيلها كده الحاله. انت جاي تعتذر لي؟ اكيد انوشي هي اللي قالت لك صح. انت جاي تعتذر لي عشان هي اللي قالت لك، ولسه بيقول لها لا، بتقول له اتنيل اتنيل. المهم بس هتعمل ايه في الشغل؟ فهنا بيقول لها لا الموضوع منتهي، فبتشرب كده العصير وتحاول تبرد عن نفسها بس ما بتعرفش، فتمسك كده السك حرفيا كانت هتفرتكه وماشي اولع في 60 داهية. بقول لك حاجة بقى، اعتبر صداقتنا كمان منهي. يلا فينا بيقول لها انت عبيط يا بنتي، احنا هنعيد اللي عملناه تاني. بتقول له لا المره دي علشان انت فعلا ما عندكش اي حلم، وهعمل ايه انا بواحد ما عندوش حلم ولا عنده طموح اساسا. فلسه بيتكلم، بتقول له انا مش عايزاك افهم، لان انا مش عايزه واحد كل طموحه ان هو يذاكر ويجيب درجات حلوه في الامتحانات ويتعين او حاجه زي كده. العيله دي هتشلني يا اخوانا، العيله دي هتشلني والله. قال ايه المشكله؟ انه بيذاكر، الفاشل ابن الفاشله عايز يذاكر. تمسكه كده وتقول له الشغل ده بقى حلمي زي ما هو كان حلمك، لان انا قربت منك جدا وبقى كل حاجه ما بيننا مشتركه حتى الحلم، ففي مره واحده كده انت عايز تيجي تسحبه مني زي ما اديتولي اول مره. انت ازاي تديني الحلم وتاخده مني؟ مش حقك اساسا. وكمان احنا مستحيل استحمل انوش تاني، انا كنت بستحملها بسبب ان احنا شغالين، كنت بحاول استحملها بس ما عادش في شغل فمش هقدر استحملها. وبيحضروا كده الحصه وبعد الحصه كده لما بتخلص كده بتمشي، وهنا بيحاول يلحقها بس ما فيش خلاص اي امل، بتمشي وبتسيبه طبعا. ونوشي هنا بتقول له تعالى معايا نلعب بلاي ستيشن، انت بتحب تلعب بلاي ستيشن صح؟ وبيروحوا كده يلعبوا، هو او بالاصح كده هو اللي بيعلمها انها ما بتعرفش. لا هي فعلا يا اخوانا ما بتعرفش، وبتتخانق كده مع الدراع حرفيا زي ما تكون هتكسب لما تكسر الدراع او حاجه. بتقول له انت كداب قوي على فكره. وبعدين فاضل سنتين كده مش هتعرف اصلا تفضل مع انوز اساسا لانكم قريبين من بعض بسبب الشغل ده، ولو الشغل ده خلص هتبعدوا. ويقول لها وانت مال امك انت كمان؟ فتقول له لا ما انا فاهمك، انا اصلا هبقى رقم واحد في حياتك بس انا لازم الزم انوز واخدك بالعافيه. اما جو ان انا اخدك لان هي انسحبت اساسا وسابتك، انا مش هوافق بحاجه زي كده، لازم البت دي ترجع باي طريقه وبعد كده هزمها. فهنا بيقول لها انت عايزاني انا ولا عايزه تهزميها؟ وبعدين ما بحبش اي حد يدخل في امور الشخصيه. فهنا بتقول له انا عايزاكم انتوا الاثنين على فكره. بتقعد تضحك كده بتقول له انت كداب قوي ما بتعرفش تكذب. فهنا بيقول لها تعالي معايا كده وبياخدها كده الغرفه بتاعته وصف النيه يا ابن عمي او ابن خالتي عشان النيه فعلا صافيه ومفيش حاجه هتحصل. بيقول لها بص الاكسسوارات دي انا كنت بصنعها اصلا علشانها هي. على فكره انا اكتشفت ان انا كنت بكذب عن الناس كلها حرفيا وبلعب بمشاعرهم، بلعب بحوارات الاكسسوارات عشان اخليها تفضل جنبي بس. فبتقول له يو 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 بس كده، بتضربه كده وبتقول له اتخطى بقى الامر يا ابني ويرجع يصنع الاكسسوارات عشان الناس اساسا بتحبها. بس سيبك من جو الكام واحد كده اللي ما بيحبوهاش، مش مهم، سيبك منهم وانساهم عنهم، اشتروا اساس، اللي بيشتري يشتري. وبعدين حاول يرجع لانوز لان انا لازم اخدك منها. لا انا لازم اخدك منها. فهنا بيقول لها ليه مصره ان هي ترجع؟ فهنا بتقول له بكل بساطه لانك رفضتني علشانها قبل كده، فعايز اثبت لك ان احسن منها، مش ان انا اجي اخد مكانها وخلاص. لازم احنا الاثنين نكون موجودين عشان تقارن وتلاقيني احسن منها. وتقول له انا هفضل احبك طول عمري، وعلى فكره انا لسه بحبك، ما تيجي نتجوز؟ وتقول له العالم بيبقى جميل قوي 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 اول ما بتنطق اسمي، بحس ان الدنيا كلها بتتغير، انا لسه بحبك وبحبك، ما تيجي نتجوز؟ وهنا كالعاده بيرفضها. وتقول له على فكره دي المره الخامسه واطي. وبعد كده بتقول له طب يلا تعالى نروح نصالح البت وكده كده هاخدك مش مهم بس يلا. وبيروحوا لها كده والولد بيعتذر لها وبتقول لهم انه دخول الغرباء على فكره هنا عالم يحسها لها جرابيع. بيقول لها جرابيع؟ طب اعمل لك ايه طيب علشان تنسي اللي حصل؟ وبتقول له اولا بس انا عندي اصلا في حياتي اي حد في حياتي يوم شكر كده بيفضل يشكرني في اليوم ده وينفذ لي اي طلب مهما كان ايه، وده اول شرط ليه. فهنا اصلا بتتدخل النوشي وبتضربها كده وبتقول لها اي طلب مين يروحهم، تعمل لها احلى سوفت وير وضبط مصنع كده وتقول لها روح تاسف الواد يا بت. فهنا بتروح تقول له انا اسفه ان انا كنت هروح طوكيو اصلا. فهنا بيقول لها طوكيو ايه؟ طوكيو ايه ده؟ الموضوع عدى عليه بتاع شهر، انا مالي انا بطوكيو. وهي طبعا بتحاول تحور اي كلام في اي حاجه عشان هي مش عايزه تعتذر زي اي انثى، مش هتعتذر عن الموضوع اساسا. وهو بيقول لها خلاص مش لازم تعتذر، عارفك مستحيل تطلع كلمه اسفه من بقك اساسا، وعموما انت اهم شخص في حياتي فمش هتفرق اي حاجه بتعمليها. فهنا اصلا بتتاثر جامد وخلاص مكسوفه مش عارفه تعمل ايه وبتعيط من كتر الفرحه بس مش عارفه تتعامل. فبتجيب جردل الميه اللي هو اصلا بترش بيه كده وبترميه على
نفسها كده علشان تبرد نفسها عشان تتبارد كالعاده، وكان نفسي احط بلور عليها الصراحه عشان الميه، بس الفكره ان انا عندي واحد صاحبي اصلا كيرف اكتر منها، فانا هعتبرها راجل اصلا فعادي. بقول لها انا اسف لاني اصلا اكتشفت اني بصنع الاكسسوارات دي علشانك انتي، فهي هنا بتضحك وبتفضل تديله كده بالاقلام وتضربه كده. انا عارفه ان انا كتير عليك يا اسطى والله، عارفه وانا حاجه كبيره بالنسبه لك ومش هتعرف تتخلى عني. وبتنط عليه، لا حرفيا بتنط عليه، انت نفسك فيا قوي كده يا اسطى، قول خلاص، يلا نتجوز، يلا بكره، حلو انت فاضي بكره؟ فهنا بيقول لها انا ممكن اتجوز اي حد، انا ممكن اتجوز الورد والزرع ده اساسا عن ان انا اتجوزك، اي حد غيرك، انا مش هبيع عمر عشان افضل مع واحده هتجلطني طول حياتي. ونشوف الناس كده اللي راحت تشتري حاجات كده دخلت عليهم شافتهم في وضعيه غريبه ومليانين ميه. هو في ايه يا اخوانا؟ ده انا هطلع عينيك واتقالوا، بس ده الحلقه الجايه هتكون دمار. نشوف كده طياره كده بتيجي مره واحده وبتجيب لنا كده اخت انوشي، والاول مره بنشوفها، وبيقابلها طبعا شيما وبيقول لها كده انت جات قبل رين صح؟ فبتقول له رين مين واعرف مين يا ابني، انا جاي اشوف كده الطفله الحقير ابن الحقيره اللي عمال يسوق سمعتي في كل حته رايح جاي كده. فبيقول لها اتفضلي يا كوريها السان باشا بيه. ونبدأ كده الحلقة التاسعة لما كان يو كده بيفتكر زمان كده، هنفتكر بس مجرد دقيقة مش أكتر، لما كان لأول مرة في حياته اتصاحب على ولد وبيبقى مستغرب إن هو صاحبه أساسا، وبيقول له كده هو المعطف اللي أنت جايبه ده جميل أوي، أنت جايبه منين؟ فهنا يو بيقول له ده بتاع أختي أساسا، وبتخش كده النوس بتسأله برضه على المعطف، فهنا الولد بيقول لها بتاع أخته. فهي بتقول له أنا كنت برضه مستغربة، أنت كان ذوقك زبالة، إزاي هتجيب حاجة حلوة زي كده؟ وبنعرف كده ان في مهرجان قرب كده وهيعرض فيه شغله، فهنا انوس كده بتسال يو هيعمل ايه كده في المهرجان وكده، فهنا بيقول لها عادي انا فاضي لو حابه شوفي اي وقت هتروحي فين المهرجان وقولي لي عشان نروح سوا. وبنلاقي كده صاحبه بعدها كده في فتره بيقول له انوس مش هتيجي المهرجان، فهنا يو بيستغرب بيقول له ازاي يا ابني، ده هي كانت بتسالني اساسا هروح امتى، بيزعل قوي وخلاص على اخره، فبيقول له طب بقول لك ايه يا اسطى، وبينحني له ممكن تسيب لي انوس يوم واحد بس عايز اقضي معاها يوم، ويقول له ان هو بيحبها قوي. بس بنعرف ان يو كذب عليه وعلى نوس كمان، وقال لهم هما الاتنين ان اصلا المهرجان اتلغى ومفيش مهرجان، ونوس هنا كانت لسه طالعه اساسا من علاقه، فهو مرضاش يكرر العلاقه الفاشله مع الولا صاحبه اساسا، وشيما كان جارحها وما ينفعش تتجرح تاني، وبيتنادي كده عليه واحده كده غريبه بتقول له يلا عشان الاكل جاهز، نعرف ان دي المدرسه بتاعته اساسا، وبتقول له سيبهم يا ابني يجربوا ويعيشوا حياتهم، انت مالكش دعوه طالما هما الاتنين راضيين. وبيختفي كده كام يوم، فهنا نوس كده مره واحده بتفاجئه جوه المهرجان وبتقول له انا سالت عليك في كل حته، وسالت عليك كمان في البيت وقالوا لي ان انت هنا، وبتحكي له كده على صاحبه وبتقول له ده مقرف قوي يا اسطى وحكاك، وان هو اعترف لها اصلا بحبه وقال ايه عايز يتجوزني الحيوان ابن الحيوانه. فهنا بيستغرب قوي بيقول لها طب فين المشكله يا بنتي، ما تتجوزيه، ما هو الراجل داخل الباب من بيته وبيسالك وهو حلو قوي. فهي بتقول له حلو، انت يا اسطى عبيط ولا غبي، انت ايه عامل نفسك اعمى مثلا، انت مش عارف ان هو اصلا بيستغلك وجيت اتعرف عليك اساسا علشان يتجوزني او يحبني، ولا انت مش واخد بالك؟ وان هو كمان كان بيحاول معاها قبل كده من زمان بس هي ما رضيتش تتكلم، بس وبتخبطه كده وبتقول له انت زعلان ليه، قول لي زعلان ليه، وبتفضل كده ترخم عليه كالعاده، وبتشوف قطع كده فنيه وبتقول له ايه ده، هي دي القطعه اللي انت كنت ناوي تديها لي صح؟ فهنا بيتكسف قوي بيقول لها لا هو انت مين اصلا عشان اديها لك، وهنا بتقول له بس صحيح معلش بقى كده مش هينفع تديها لي عشان احنا مش مرتبطين، ودي اساسا رمز للارتباط وكده، وبتبص له كده من خلالها وبتقول له اوعدني انك مش هتشوف غيري في حياتك نهائيا. البت دي مجنونه يا جماعه وعندها شيزوفرينيا، لسه من شويه بتقول له مش ينفع تديها لي، ومره بتقول له ما تشوفش غيري عبيطه، وهو بيقول لها اصلا انت لازقه بغيرها ما تخافيش يعني مش هعرف اطلعك اساسا. فبتضحك قوي كده بيسالها رايك فيها ايه، وتقول له 5/10 عشان انت مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، بس يلا شغال. وبتخلص كده الذكريات وبتفوق كده من نومها وبتقول كده في بنت جميله زي كده وقمر وزعلانه، يعني ازاي اكون زعلانه قوي كده وازاي كده، وبتروح كده المدرسه وبتسقي كده الورد كالعاده، وبتخش على يو كده صباح الخير وهو بيطنشها وماسك التليفون وبيكتب حاجه كده بسرعه، يا ابني بقول لك صباح الخير، يا نهار اسود لبسها في اللي بتاع، تقول اكيد بيكلم بنت الكلب نوش، انا عارف ماشي لما نشوف اخرتها. وبتحاول كده تكلمه كده عن عطله الصيف وان هو يجي معاه، وهو ماشي مش هفكر بس ماشي. وهنا بتقول له تحب نقضيها لوحدنا في البيت، ايه بيت ايه احنا اصحابي بنتي في ايه، وهي انا قلت حاجه يا اسطى، انا قلت حاجه، انت مكسوف ليه بس دلوقتي، والله اساسا انت فاكر ان انت بتحبني وهتعمل معايا حاجه، عليك يا خبيث انت، عموما انا مش انا هتحب تيجي امتى. فهنا نوشي بتخش مره واحده كده وبتمسكها، تروحوا فين يا حبيبي منك ليها، تروحوا فين
تروح فين يا حبيبتي؟ وبتمسك ايد يو كده في وضعيه رومانسيه جدا، ويمشوا كده وهي انا خدت الصدمه بقى، انا خدت الصدمه، وتلف كده وبتغمز لها انا معاكم في اليوم اللي انتوا بتظبطوه ده، انا معاكم. وهي يا عيني مصدومه، وبنشوفه كده بياكلها اساسا في بقها من اللانش بوكس اساسا. وايه ده؟ لا ثانيه واحده، ثانيه انا مش فاهم، انا نفسي مش فاهم، ماسكه عليه زله البت دي ولا ايه؟ بتقول له ايه يا اسطى مالك مكسوف ليه؟ ده انا جايباك في مكان اساسا ما فيهوش حد. وبنعرف ان هو فضل يتحايل عليها اساسا عشان هنوز بتتحايل عليه علشان يقضي يوم لوحدهم، وهو يكون مكسوف قوي احتمال يعترف بحب ليها، فبيحاول يهرب ويدخل نوشي معاه في الموضوع. فنوشي عرضت عليه ان هي تساعده بس بشرط ان هي هتذله وتخليه يعمل لها طلب. العيله دي مجنونه يا جماعه، بتحب تذل اي حد اذا كان هي ولا اختها. وبتقول له كده مالك يا اسطى انت متضايق ليه؟ ده انا جايباك اذلك اساسا في مكان ما فيهوش حد، فانا كان المفروض قدام الناس. وبيشرب كده العصير وبتقول له لا 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 انت بتشرب ايه؟ الله يخرب بيتك، ده العصير ده بتاع الحربايه، خد ده مفيد على فكره. وبتقول له كده انت بتحبها قوي كده ولا ايه؟ فهنا بيقول لها ما اعرفش بس خايف اقول لها ان انا بحبها وانا ما بحبهاش وهي مجرد صديقه، وفي نفس الوقت احنا واعدين بعض من زمان ان ممنوع حد يحب التاني، وخايف اقول لها بحبك وهي تكسفني وتقول لي ان انت اساسا اخويا وصاحبي بس. ونشوف شيما كده بيتدرب علشان في بطوله كده جايه، وكالعاده كده بتيجي النوس كده بتنط عليه كده وبتقول له يلا عشان نختار لبس السباحه، وهو بيتخض كده انت عايزه تنقي لبس السباحه مع راجل غريب وبتنقي معاه كده وعادي قشطه وتغيري وتلبسي قدامه؟ انت مجنونه صح؟ وهي بتقول له ايه يا اسطى مالك في ايه؟ هي اول مره ولا ايه؟ وبيقول صحيح ده انا عملتها معاك كذا مره. وبيمشي كده وشوف كده نوشي بتخش عليه كده وتضربه طبعا، وبتقول له ايه يا اسطى اللي انت عملته ده؟ انت بعت لي بتقول لي ان انا اروح انقي للبت اللي هي بتحب حبيبي ملابس السباحه اللي هو هيروح يتفرج عليها؟ انت بتقول ايه يا اسطى؟ فهنا بيقول لها انا اسف بس والله خايف ان انا اضعف لما اشوفها كده وباللبس ده. فهنا بتقول له تضعف طب انا ماليش فيه بقى، انا ماليش فيه، انا ورايا بطوله ويلا سلام. ونشوفهم كده بيختاروا الصندل والكعب والحاجات دي، فهنا بيحاول يجري منها وهنا بتمسكهم الجرافات اساسا بتخنقه، وبيحاول يفهمها ان هو ما بيفهمش اي حاجه في الحاجات دي اساسا. فبتقول له كده كده انا جاي عشان اختار حاجه تعجبك عشان انت اللي هتتفرج عليها، فانجز واخلص. فهنا بيتكسف جدا، فبتقول له انت مكسوفه يا بته؟ مكسوفه يعني ايه؟ بتقول له رهنك ان انت هتقع في حب اللبس اللي انا هلبسه دلوقتي ده، وبتحاول كده تخبطه كده على ايديه. فهنا بيبعد ايديه كده ومش عايز يلمسها وبتتضايق اكتر، وبعدها كده بتجيب له نوعين كده بتقول لها كلهم عليكي يا قمر يا روحي. بتقول له خلاص قشطه تعالى يلا عشان اجربهم هما الاثنين. ولما بتجرب كده بعدها كده بتشاور له كده تعالى وبتشده كده وبتقول له انا على فكره لبست حاجه تانية خالص وهو اللي انا لابساه ده شفاف نهائيا، وتقول له على حاجات كده. فهنا بيقول لها لا اكيد ما بيبيعوش الحاجات دي يعني. وبتحاول توريه كده بس هو بيتكسف وبيمشي كده وبيجري اساسا قدام الناس وبيروح البيت كده، وهي طبعا كانت بتكذب عليه بس ما توقعتش ان هو يجري. واول لما بيروح البيت كده اخته بتقول له عندنا ضيف، اخت انوشي نفسها، والعلم يا جماعه لو مش عارفين اسمها كروها. ولما بيقعدوا كده بتقول له ان شينجي اساسا حكى لها كتير هو وشيما وكله حكى لها عنه اساسا. واخته كده بتخش عليه انت بقى عايزه ايه؟ عايزه ايه من الواد؟ وبتقول له كده ممكن استلف انوز منك. وبنشوف كده انوز اساسا بتخبط في شيما ولا زير النساء فلقت انت بتاع البنات تعال عايزاه. وبتمسك كده المضرب المعدن اساسا بتاع التنس وبتقول له بقاله فتره كده بيعاملني بحاجه غريبه ومعامله غريبه، الحوار ده يخصك صح؟ اصل انت وش المصايب، انت قص المصايب حرفيا في حياتنا. بقاله فتره كده بيبعد عني وبيقرب كده من انوشي. هي بتقول له ايه انت ايه؟ فانا بيقول لها لا باين قوي جدا ان انا ماليش علاقه بالموضوع وان هو بس مش طايق امك مش اكتر. بتقول له تراهني كده لو ضربتك بالمضرب ده رقبتك ما اتكسرتش يبقى انت صح. فانا بيقول لها لا ستوب. بيمسك كده قصريه الزرع كده وبيقول لها هكسرها عارفك بتحبيه، هات المضرب يا بت. وتديله المضرب كده وبيقول لها ان هو ما عملش حاجه او بالاصح مش محتاج يعمل حاجه لان كروها اساسا هتطلع عين اهلها وهي اللي هتعمل كل حاجه اتقالي بس هي هتنفخك على هادي. وبنرجع كده لكروها اساسا وبتقول له كده نوز كانت المفروض تروح للوكاله على فكره ومضت العقد وعليه شرط جزائي عالي جدا، انت الرقم اللي جواه عمرك ما مسكته في ايدك. وبعد ما هي ما مضت ما جاتش وانا اللي عمال ادفع في الشرط الجزائي فانا هطلع عين ابوكوا كلكم، وانت على فكره هتكلمها لي عشان تنضم بالعافيه او بالذوق، دي حاجه ترجع لك بس انت هتخليها لي تنضم للوكاله لان هو كده كتير. ولسه بيقول لها لا، بتقول له لا استنى بس كده علاء، انت مش كان حلمك تفتح متجر صح؟ ادي شنطه فيها $1,000,000 كاش عشان تتخلى اساسا عنها تمام. وبس استنى مش بس كده، انت كمان كنت عايز عارضه ازياء صح؟ اختي موجوده وكمان ممكن تختار اي واحده من البنات دول اساسا من عندنا من الوكاله تختارهم ويعملوا لك احلى دعايه، وكمان يقول لك هيعملوا لك اي حاجه انت عايزها يلا. وبتغمز له كده وبتقول له بعدين انا مش هعمل لها حاجه يعني
ايه ده هتيجي تشتغل عندنا بس. وهنا هو بيكون متضايق قوي قوي قوي، بيقول لها كده ان نوزي اساسا مش للبيع، وانه حلمه انه يفتح المتجر معاها، ولو فتحه لوحده ملهاش اي 30 لازمه في حاجه. بتقول له اه شكلها مهم قوي كده بالنسبه لك. طب هقول لك طالما انت بتحبها قوي كده ممكن اعرف انت دافن الموهبه بتاعتها ليه؟ انت عارف ان هي موهوبه في الدعايه لدرجه انها اساسا خلت واحد فاشل زيك يبيع اكسسوارات باسعار خياليه. تخيل دي في شركات عالميه هتعمل ايه، او عندنا في الوكاله هتبيع الحاجات ازاي؟ وعامله لك ماركتنج ومواقع حرفيا بملايين، وعاملاها لك ببلاش. مش حرام عليك اساسا كل الحاجات اللي انت عمال تاخدها منها ببلاش؟ والبت موهوبه جدا. وكمان انت لو عايز تتجوزها لو بس عايز تتجوزها انت فقير وهم عيله غنيه وحرفيا مليارديرات، لا اساسا ابوها هيوافق ولا في حد هيوافق عليك. وكمان انت ناوي تعيشها فين؟ في الزريبه دي بعد ما هي كانت قاعده في قصر اساسا؟ انت واحد اناني بس ما بتعملش غير انانيه في حياتك، وتقرب منه كده انت بس بتستغلها علشان الموهبه دي لو راحت منك مش هتعرف تشتغل، وعلى فكره انت هتقتلها جنبك. وبتعرض عليه كده عرض تاني ان هو يخليها تنضم ويجي كده معاه كمان لطوكيو، بس في الحلقه دي مش هتديله المليون ولا هتعمل اي حاجه، بس انت تخلى عن حلمك ومفيش محل ليك ولا متجر ولا اي حاجه. ونشوف طبعا اخته هي اساسا من اول القعده عماله بتهرش تقريبا عندها جرب او حاجه، واخو انوس كده بيخش مره واحده بيلا جه بيلا حضر بيلا يعمل اللي عليه اخوان. لا بجد بيقول لها يو واختي مش هتلمسيهم بدل ما اطلع عين اهلي. واختي يو كده انا اسفه يا جماعه نسيت اقفل الباب. وطبعا البت دي كدابه يعني، وبيفضل كده يتخانق معاها انت جايه ليه؟ جايه تستغل الواد واختي صح؟ ويو كده بيكلم اخته ايه ده هما الاتنين بيتكلموا كده ليه هما فهنا بتقول بالظبط كده هما كانوا مرتبطين ودلوقتي اكسات. وبيتصدم كده، والواد كده بيقول لها اساسا انا هطلع عين اهلك لو قربت من اختي او من الواد ده. وبتقول له طب بص كده على الفيديو ده لما كنت بتلحس ها وكنت بتعمل لا الصراحه تبقى غريبه قوي ان واحد يكون مرشح لرئاسه المدينه زيك طبعا، وابوك الملياردير والشركات بتاعتك كلها هتقع واسهمها هتروح في 60 داهيه. هتبقى وحشه قوي لو الفيديو ده اترفع على النت. وهو طبعا وشه قلب الوان، الواد اتصدم حرفيا. البت دي بتذله كلمه بتذله دي قليله. وبتخبي كده الموبايل كده ما بين في وهنا بتقول له طبعا انت مش هتقدر تمد ايدك. وهنا بيجيب الهراش كده عشان يخش يجيب التليفون اساسا. وهنا بترمي لي ساكورا كده اختي يو، ساكورا كده بتقول لها لا انا ماليش فيه، وبترميه كده وهو بيروح يلحقه كده، ومره واحده كده بيجي وبيضحك كده دلوقتي هقدر ادمرك حرفيا انت وعيلتك حرفيا كلها. وبتطلع له كده 10 موبايلات انا معايا نسخ في كل واحد ما تخافش، وكمان رفعها على الاي كلاود يعني هقدر ارجعه عادي خالص من على النت. هتعمل ايه يا سياده المرشح؟ اختي كده بتقول لهم طب ما ترجعوا لبعض وتحلوا الحوار ده عشان انا اتشليت انا اتشليت. وهنا بتقول لها حرام عليكي البت شاطره وهي بتحبه فعلا. فهنا بتقول لها طب استني كده عشان خاطرك انت بس انا ممكن اتدخل واغير الخطه دي خالص. فهنا بتقول لي يو معاك كده حل تاني، معاك الصيف ده كله اعمل احسن اكسسوارات عندك حرفيا وهتعرضها في المهرجان، ولو نجحوا هسيبها لك، بس لو فشل زي معظم اكسسواراتك الفاشله يا فاشل انا هاخد البت منك بالعافيه. وعلى فكره انا مش محتاجاك اساسا في حاجه، انا لو عايز اجيبها من بكره هجيبها علشان هي اساسا ماضيه على شيكات على بياض واقدر اكتب فيها ارقام ضخمه اسجنها بيها حرفيا. وسكورة هنا بتقول لها انت بتبتذل بنت انوث صح بالمبالغ اللي انت تكتبها في الشيكات. وهنا بتقول لها عادي ابتزها دي حاجه هتدخل لي ملايين اكيد مش هسيبها يعني. تقول له يو كده اهو معاك فرصه تثبت ان انت اساسا اللي ناجح من غيرها مش هي اللي بتنجحك. بتقول له كده انت لو فزت انا هسيب لك كل حاجه. وبتركب كده العربيه وبتقول له ان الحدث اللي هيعمل عليه الشغل هو ذكرى الصيف، وهي كمان هتعرض الشغل وكمان في المهرجان بتاع ابون. وبتخلص كده الحلقه 9. ايه في لسه حلقه كمان حلقه 10 بس. هات فشارك كده وتعالى اقعد تاني. بنكمل كده بنشوف ان انوس اساسا جت هي وانوشي، وانوس هنا بتقول له كل ده بسببك انت اللي معرفتش تتعامل معاه وتسيطر عليها وانت السبب. وكمان ما تنساش ان اصلا الدين ده حوار تافه، عيله غنيه يا ابني انت نفسك ممكن تدفع لي او ابويا ممكن يدفع لي وكده. فهنا بيقول لها لا يتقالي بس كده ادفع ليه ياما هي دي مشكلتي؟ المشاكل دي كلها اساسا بسببك، وبعدين حد اصلا يروح طوكيو وبعد كده يمضي ويلغي؟ كمان انت ماضي على شيكات على بياض ليه؟ يعني افهمها يعني انت تمضي واحنا نتدبس العيله بتاعتنا مش هتتدخل في اي حاجه، مش هندفع ملايين عشان غبائك.
محدش بينزل على الارقام دي ولا على شيكات عربيات. وبتقول له كده انت شطان يا اسطى صح، هتسيب اختك؟ ونوشي هنا بتقول انا مش مصدقه ان هي اصلا عايزه تدفع يو كده عمال الواد ده واخته، احنا مالنا احنا، ده انا هفشخها حرفيا لما اروح البيت، بس خلي امي تطلع عينيها. وساكورا هنا بتقول لها كده مستحيل توقفيها علشان شكلها اساسا مصره على الموضوع جدا. والنوز هنا بتقول لها ممكن تكون بتكذب. وساكورا هنا بتقول لها مستحيل، البت دي طول عمرها بتنفذ وعدها، بس انا شاكه ان انتوا اصلا لو فتحتوا متجر ممكن تفتح جنبكم 10 متاجر عشان تخسركم وتخليكم تقفلوه عادي، ممكن تحرق ملايين علشان بس وعدها او علشان كرامتها. واخو البت انوس كده بيقول له يا اسطى عادي عادي، لو فشلت وما عرفتش يعني تعمل حاجه سلمها، يعني انت زعلان ليه؟ اديك هتاخد المليون وانا هحاول اسوق لك مكان اختي، وكمان هعرف اخلص لك الاوراق الحكوميه يعني علشان المنصب بتاعي، وهيرزقك معانا $1,000,000. والله يا ابن المليون اولى اساسا من اختي. ويقول له شكرا ليك بس انا هفتح المتجر بتاعي وهكسب، وانوس كمان هتكون معايا وهتكسب معايا، انا لو مكانك اساسا كنت خدت المليون اساسا. وبعد كده بنشوفه اساسا واقف فوق السطح كده بيفكر هيعمل ايه، وانوس هنا بتجيله كده وتاخده كده وتقول له يلا علشان نشوف هنعمل ايه في حوار الاكسسوارات ده. وبعد كده بتتكلم على ذكريات الصيف والحاجات دي، هتشوف حاجه قريبه لذكريات الصيف ازاي عشان يعملوا في اكسسوار. بتقول له كده بس بعد طبعا ما نروح نصيف عشان الجو حر قوي موت. وبيقول لها كده اهدي بس اهدي، نصيف ايه يعني، انت تقريبا حياتك على المحك، انت ممكن تتسجني. فهنا بتقول له لا 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 ما تخافش، انا كده كده عامله يعني خطه بي وخطه احتياطيه كده لو حصل اي حاجه. طب يقول لها كده ايه ده، مش فاهم يعني ايه الخطه. هنا بتقول له اول حاجه انا متاكده ان انت هتفوز، بس لو ما فزتش فالخطه الاحتياطيه بتاعتي اساسا ان انا اروح انضم للشركه وبعد كده هفسخ معاهم وهمشي من تاني يوم. فهنا بيقول لها انت ما كنتيش بتحضري اي حاجه فيها قانون صح؟ انت فاشله للدرجه دي؟ ما يا بنتي ما نفس الشرط الجزائي هتطبق عليكي عادي، وكمان هتسيبي المدرسه. فهنا بتقول له طب ايه المشكله ما انت هتصرف عليا بيت حياتي قشطه عادي خالص. فهنا بيتكسف قوي بيقول لها لا 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 اهدي بس، انا مش جوزك ده اولا، ثانيا انت اخرك هتاخدي ارباح من المحل او المتجر اللي احنا هنفتحه بس، لا اكتر ولا اقل، انا مش مليونير حضرتك. ويأكد عليها انا مش هتجوزك، ها انا مش هتجوزك. فهنا بتقول له طب هو انا رفضتك يا ابني؟ ما قشطه عادي يلا اتجوزت. وبعدين كده انا قلت لك اصلا قبل كده ان عيونك دي حرفيا هتموتني يا ابني ومستحيل استغنى عنها. وهنا بيقول لها خلاص هتجوزك وهوعدك ان انا هنتصر على كوريها. وما بيلحقش يكمل كلام كده بتفضل تضحك كده عليه وتقول له انا ما ضحكتش عليك بقالي كتير قوي. قعدت تضحك ضحك هستيري عارفه، وهو بتعصب عليها يا بنت مره واحده كده نوش كده بتجيلهم. ونوش هنا بتقول لها احنا لسه كنا في سيرتك يا بنتي، فبتمسكها كده اكيد كنت بتشتموا فيا انا عارفاك كده. والتاني كده بتقول ليو تعالى نشوف بقى هنعمل ايه في الشغل اللي ورانا ده وسيبك من بنت العبيطه دي. ونشوف اخو انوس كده بيقابل شيما وبعدها كده بيقول له انت بتاكل ايه يا اسطى، بتاكل ايه انت مش وراك يا ابني بطوله، الاكل ده غير صحي. فهنا بيقول له مالكش دعوه مالكش دعوه. واخو البت كده بيقول له انت اكيد طلبت من كورا ان انت تساعدها بس هي رفضت صح. وشيما كده بيتضايق قوي وبيقول له مش احسن من اللي بيتذل في صور وفيديوهات. وبيتصدم كده صور ايه يا اسطى، مفيش اي صور ولا في فيديوهات، ده كده يا ابني مين عرفك اساسا. وبيكمل كده شيما انت جاي علشان تضمني ناحيتك علشان اضغط على كوريها والجو ده صح، انا مش هضغط على حد. فهنا بيقول له لا 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 استنى انت فهمت غلط، انا الموضوع عاجبني عايزك تدوس عليه كمان، انا اساسا عايزه يبدا ويزود في ابداعه، لان كل ما نضغط عليه كل ما هيطلع شغل احسن وحاجه زي كده هتفيدني في شغلي. وبيمشي وشيما كده مستغرب قوي هيفيدك بشغلك في ايه بالظبط. وبننتقل كده ليو ونوشي كده. ونوز هنا بيتكلم في ان هم اصلا مش لاقيين حاجه بخصوص الذكريات الصيفيه والجو ده ومش فاهمين اساسا هيعملوا ايه. ونوز هنا بتقول له طب ما تخافش احنا هنجيب لك افكار انا ونوشي وكده ونشوف اي فكره. فنوشي هنا بتقول لها انت افكارك يا بنتي كلها بلس اي تي، يعني احنا هنصور ايه او هنعمل دعايه ازاي. ونوز هنا بتقول لها انا محترم على فكره قوي. فنوشي هنا خلاص قشطه ورينا ابداعاتك. فهي بتقعد تفكر كده شويه ايه ومره واحده كده بتلاقي فكره بتقول احنا هنستخدم كده الغسق والمطر في ان هو اساسا يجيب لنا اعلان. هنشوف كده اي واحده اموره وممكن البت دي هتكون مع شاب بيعود كده للبيت مرة واحدة مع صديقة طفولته والدنيا بتمطر والقميص بتاعها بيبقى شفاف. ولسه بتكمل ان الواد ده هياخدها البيت فيوب يمسك حتة من الحيوانات وبيدخلها في بقها. اسكتي بقى بنت الكلب انت شكل فعلا بلس 18 فعلا زي ما البت دي بتقول. وبعدين احنا مش هنألف كتاب ده، احنا عايزين كام صورة او فيديو بس نشهر بيه المنتجات لا اكتر ولا اقل. ونوش هنا بتقول له ما تخافش يا حبيبي الوسخة ده تشير، هو الصراحة وسخة ده بتنافس ابليس. ونوز هنا طب ما تورينا انت ابداعاتك اللي هتجيب لنا الفيو واللايكات يا قطة. وتقول لها كده مش عارفة بس اي مكان واي حتة واي لبس هيكون مع يو هيجيب احلى فيو. ونوز هنا بتزعق في المطعم اهي بنت على حياتها الزبالة بنت الجزمة عايزة تشوط الواد. بيسافروا كده بالقطر وبيروحوا كده في البحر عشان ياخدوا شوية صور كده وبيرشوا على بعض مية. ونوش هنا بتقول لها هو لازم نرش على بعض مية صح؟ ونوز هنا بتقول لها اه اكيد عشان نجيب فيو
لازم نبينهم علشان نتشهر. انتوا ما تتفرجيش على التيك توك ولا ايه؟ المبدأ واحد، اقلع تتشهر. تقريبا البت دي كانت مشاركة ابليس على الكرسي اللي هم هيقعدوا بيه في النار، يا اما هي اللي هتقعد مكان ابليس، مش عارفين بالظبط. وتقول لها كده ما تخافيش عندنا بيت كده هنا ممكن تيجي وخد اي لبس منه هناك. فنوشي هنا بتقول لها اكيد هيبقى صغير يعني وهيتقطع يعني، لان انت تقريبا مش واخده بالك من فرق الاحجام. وبيقعدوا كده يتخانقوا اساسا على مين اكبر من التاني. ونوز لما بتلاقي نفسها اساسا خسرت في النزال والكلام فبترميها بالرمله وبتجريها اساسا. بيروحوا كده يجيبوا ايس كريم كده وبيخشوا على يوهو بيتكلموا كده في كلام كتير، وبنعرف ان قدامهم 3 اسابيع عشان يقدموا الحاجه دي في المهرجان علشان يكسبوا ومش لاقيين اي حل. ومره واحده كده يو بيلاقي كده عيال بتلعب، فهنا بيفتكر حاجه كده في دماغه بيقول يلا انا لازم اروح دلوقتي في مكان مهم جدا. بينتقل بينا المشهد كده مره واحده ان هم رايحين المدرسه بتاعتهم اساسا هي موجوده في المنطقه دي. وهنا بيسالوها ايه ده، مش دي المدرسه بتاعتنا؟ ويقعدوا كده وبنعرف ان المدرسه دي اساسا مدمنه العاب وازهار، وهي اللي اساسا كانت بتجيب معظم الازهار وبتودي يو للاماكن اللي اساسا يشتري منها. بتقول لهم كده انتوا عايزين ايه بقى كده؟ فيو هنا بيقول لها انا عايز اشوف الازهار والاعمال السابقه اللي كلها اللي اتقدمت. وبيشوفوا كده صور قديمه ليهم وانوشي، وبتقول لها كده مين الحيوان اللي جنبك دي يا ابني، شعرها طول ازاي وامتى؟ فالمدرسه هنا بتفضحها بتقول ان هي شعرها كان طويل بس هي قصته شكل الواد يو اساسا بيعشق الشعر القصير. ونوشي هنا بتمسك شعرها شعر قصير وماشي ولا تزعلوا نفسكم اقص. فيو هنا بيتدخل لا والله العظيم شعرك حلو قوي جدا على فكره وبحب اساسا شعر طويل. والمدرسه هنا بتتدخل وبتقول لهم طب اوريكم طيب ازهار ممكن تديكوا الهام عشان المهرجان وكده. وبيقعدوا كده يتفرجوا على الازهار ونوز هنا بتسيبهم لان هي ما بتعرفش اساسا تعمل اي حاجه في الازهار ومش لاقيه في الازهار قوي كده. ونوشي هنا بتبوظ اساسا الدنيا ومفكره ان هي بتخلي شكل الازهار حلوه وخلاص. ويو هنا بيعلمها ان الازهار كده ممكن تموت ان هي قصتها غلط. ونوز هنا بتزعل قوي وبتخش تغسل وشها عشان ما يبانش عليها وبتفكر كده. وبنعرف هي ليه اساسا شعرها قصير، لان كان من زمان اساسا كانت بتنط على اليو كالعاده وهي بتهزر معاه. شعرها جه على المكوى اساسا واتحرق حرفيا. والعلم بس المكوى دي مكوى اللحام اللي هو بيستخدمها اساسا علشان يشتغل في الشغل بتاع الكولادات وبيلحم بيه. بتكون زعلانه جدا ان هي مش جميله ولا فيها اساسا جسم ولا كريف ولا اي حاجه زي انوش. وهي طالعه كده من الحمام المدرسه هنا بتقول لها باين قوي جدا ان هم بيحبوا بعض قوي. ونوز هنا بتقول لها فعلا، مع ان يو اساسا بينكر حاجه زي كده بس باين عليهم فعلا ان هم بيحبوا بعض. واساسا ده حب من اكتر من 8 9 سنين وهم صغيرين. فالمعلمه كده بتقول لها باين عليك قوي انك متضايقه قوي من اول اليوم، خفي كده خفي عشان شكلك وحش قوي. فانا بتقول لها انا المدرسه هنا بتقول لها يا بنتي باين ان انت عايزه تقتليهم اساسا. ويو كده بيفتح الباب مره واحده بيقول ان هو هيصنع اساسا اكسسوارات او عمل فني بعباد الشمس زي ما عملوا قبل كده في الاعداديه. فهنا بتفكر كده في مخها هو عايز يعمل حاجه زي كده عشان يساعدني زي ما كان عامله لي اساسا قبل كده في الاعداديه. فمره واحده كده يو بيقول لها اشكري بقى انوشي عشان هي صاحبه الفكره. وبتتصدم انا خدت الصدمه بقى. وبيروح كده وهم في القطر وانوشي هنا بيجي لها اساسا شغل مع عيلتها فبتسيبهم. ونوز هنا بتقول له انت قاعد ورا ليه؟ لا قاعد ورا ليه؟ فهمني بس النقطه دي. فانا بقول لها عادي قاعد ورا عادي عايز ياكل بس مش اكتر. ومش بيلاقي كده المشروب بتاعه فهنا بتديله عصير من بتوعات انوشي اساسا بتكون هي واخداه وبياخده منها عادي خالص ولسه اساسا هيشرب منه كده. وتقول له انت بتفكر فيها قوي كده صح؟ خدته عادي كده ولا قلت ما بشربوش ولا بشربه ولا الجو اللي انت كنت بتقوليه زمان على العصير اللبن اللي انا كنت بديهولك. ماشي انت جاي تنكد عليا يالا صح؟ انت جاي تنكد عليا ما رحتش معاها ليه طالما بتعشقها قوي؟ بعدين انت بتتجنني ليه؟ يعني انا عايز افهم. وهو بيفكر كده في سره ان هو علشان اساسا خايف انه يقرب منها ويحبها اكتر وهي ما بتحبوش وان هم اتفقوا ان هم يبقوا اصحابه ومش عايز يخسر الصداقه بتاعتهم لما يحبوا بعض. ولا مفيش حاجه يا بنتي انت اللي بتتوهمي قوي كده وبتاخد منه العصير وبتشربه. تقول له تصدق طعمه حلو؟ لا البت دي طلع عندها يعني فكر. بيقول لها بتعملي ايه بقى؟ بتعملي ايه؟ بتقول له ولا حاجه انا هروح اجيب لك بقى غير اللي انا شربته ده اساسا ده شاي. وبتروح تشتريه كده من آلة البيع اللي في القطر. يا صاحبي في آلة بيع في القطر في قطوره بيبقى فيها. وهي عماله تفكر هعمل ايه البنت الجزمه انوشي وهي احسن مني في كل حاجه في جسم وشكل وظرافه وكمان هو بيحبها هنيل ايه. وتفتكر كده كلام شيما لما كان بيقول لها اساسا انت لو كنت عايزاه كنت تاخديه ليكي في طوكيو وانت ايه اللي جابك هنا اساسا؟ لما كنت رايحه طوكيو كنت تروحي وهو كان هيجي وراكي وخلاص خلصت. وبعد ما بيوصلوا كده المكان مليان حرفيا بعباد الشمس وهو فرحان قوي لان هو مهووس بالازهار.
وتقول له ايه ده يا ابني بس ايه ده انت كبير مش طفل انت كبير. ويلا بقى ننقي بقى كده عشان ننجز كده في الوقت قبل ما الدنيا تليل. ويفكر كده وهو بينقي كده ان الحاجه اساسا اللي هيعملها دي احتمال يديها لانوث في الاخر. وهي ماشيه كده وراها زعلانه جدا ان هو لما بيكون اساسا في مكان فيه ازهار او قلادات ما بيفكرش ولا بيرد ولا بيعرف يسمع اي حد، بيتفصل من الحياه حرفيا. الواد ده مهووس يا جماعه بالازهار حرفيا هي والقلادات، وبتفضل كده تكلمه في كلام كتير بس هو ما فيش خالص، ما بيردش. حتى بتجيب سيره انوشي وتقول يمكن يرد كده فبرضه ما بيردش، هو ما فيش اي حاجه اساسا خالص بتخليه يرد. وهي بتستغل الموقف ده جدا وبتقول له انا بحبك يا جو، وبطل بقى تبص الازهار دي شويه وهعيط انا خلاص هنهار. ولما ما بيردش كده بتزعل قوي وبتلف وبتمشي، وفجاه مره واحده بينادي عليها كده نوز نوز ها نوز، وهي مكسوفه قوي موت وبتقول له انت سمعتني ولا ايه؟ اوعى تقول ان انت سمعتني. وهو بيقول لها كده بطلي بقى تفصليني وتقعدي تضحكي عليا والجو اللهبل ده، انا عارف ان احنا صحاب فبلاش كل شويه تثبتي لي وتضحكي عليا والجو ده. خلينا نركز بقى شويه علشان ما تتحبسيش، انت اللي هتتحبسي وبطلي هزار. وهي بتفكر مستحيل يكون بيتكلم بجد، مستحيل. وبتجري وهو بيجري كده وراه وهي زعلانه جدا انها بتتكلم بجد وهو ما فهمهاش. وهو بيجري وراها كده وهي بتجري كده بتقع على الارض، بتكون زعلانه قوي ان هي اساسا خلاص بدات تكره نفسها قوي، وهي خلاص فضلت معاه سنتين حرفيا والتالتة داخله ومش عارفه تحب ولا هو يحبها. بتقول ان هو ما بيحبنيش قوي وانا بعشقه ومش عارفه اي حاجه، وكارهه كل الدنيا وكارهه شكلها، وكارهه كمان ان هي مش عارفه تكون رومانسيه ولا بتعرف تتكلم ولا تبقى كيوت، وان هي ما بتعرفش تعبر عن حبها غير لما ترخم على اللي قدامها. بس هنا هو بيفتكر حاجه تانية خالص وبيفتكر ان هي ما بتحبوش. ولما بيخش عليها كده بيلاقيها وهي مره واحده كده بتديله الخاتم وهي بتعيط خالص وبتقول له انا مش محتاجاه وخلاص زهقت. وبتشده كده من الجرافات اساسا وبتديله احلى بوسه حرفيا عاطفيه في الانمي. بس طبعا هحط حاجه عليها ما تخافش يعني. وطبعا بتنتهي هنا معانا الحلقه ال10 وفاضل كده حلقتين 11 ولا 12، وما تخافوش احتمال كبير هنزلهم مع بعض او هنزلهم منفردين مش عارف. وهنزل كمان الانمي بالكامل علشان لو حد فايته اي حاجه يتفرج من اول حلقه لاخر حلقه. ويلا سلام.